مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين. احنا هنبدأ دلوقتي ولو تعرفوا حد مهتم انترستد برضه ابعتوا له اللينك علشان ايه يستفيد. معانا النهارده دكتور سيركس، اخصائي جراحة القلب عندنا في مستشفى سعاد كفافي وسابها وسافر لأمريكا. مبسوط جدا ان حضرتك معانا النهارده يا دكتور نادي، وان شاء الله يكون لقاء لطيف بينا والناس كلها تطلع بقى على استفادة. مرحبا بك يا دكتور نادي. اهلا بيك. انا بشكرك على الاستضافه الجميله دي. اتمنى اكون مفيد النهارده على قد خبرتي المحدوده لحد دلوقتي. ربنا يخليك يا دكتور نادر. طيب خلينا كده سريعا. انا اتشرفت بحضرتك وعارف حضرتك بشكل شخصي بالنسبه ان حضرتك عندنا في المستشفى. خلينا بس نعرف للناس مين دكتور نادر. مفيش، شخص عادي خالص. اتخرجت سنه 2012، فانا عجوز وجالي نيابه. كنت تاني على الدفعه في جامعه مصر، وجالي نيابه في الاول. اخترت، ما كانش ساعتها النيابات شغاله كويس، فكنت عايز اختار نيابه شغاله. اقوى نيابه شغاله ساعتها كانت الكارديولوجي، فدخلت الكارديولوجي. قعدت 3 شهور ما استحملتش، فرحت قلت لهم انا عايز امشي، انا عايز حاجه جراحه. فعملوا اعاده نيابات تانية ورحت داخل جراحه قلب، وانا عمري اساسا ما اعرف ايه جراحه القلب دي ساعتها يعني. اصلا يعني بس انت دخلتها عشان حابب الجراحه عمري بس، صح؟ بالظبط كنت حابب الجراحه وحابب القلب، مم. فقلت اجرب. ساعتها كان بيجي لنا عيان كل شهر انا فاكر. فقعدت فحضرتك اقول فحضرتك سبتها بقى علشان الريت ولا علشان ايه؟ لا لا، قعدت اقول هو انا هتعلم ازاي على عيان في الشهر؟ وبعد كده حصل ان احنا تعاقدنا مع جمعيه الأورمان، وكنا بنشتغل فوق ال 25 حاله في الشهر، وبقى الناس بتوع القصر العيني وعين شمس يجوا عندنا. مم. قعدت كده كتير قوي، قعدت كده كل النيابه بتاعتي تقريبا. فكان حظي حلو ان انا اتعلمت في الفتره دي في جامعه مصر، و... وكانت فتره كويسه جدا، اتعلمت فيها جامد جدا يعني. ورغم كده حضرتك اخترت اوبشن السفر يعني. حضرتك بتقول ان حضرتك اتعلمت لا ده لسه، ده ده لسه. بعديها بكتير. اه ده ده. لسه بعد كده. المشكله ان انا كان عندي مشكله دايما، أو يعني دي حاجه انا ما اعرفش كل الناس هنا جامعه مصر ولا في حد من بره جامعه مصر. لا، في حد بره جامعة مصر. الجامعات هنا مختلفة، اللي عندنا مختلف. في مصر انا بره. طول عمري كان عندي مشكله، انا عايز ابقى كويس زي بتوع عين شمس وقصر عيني او الجامعات الحكوميه اللي عندهم الفلو عالي جدا. فكان دي كانت عندي مشكله، ان دايما كنت بقارن نفسي بالنايب في عين شمس او في قصر العيني. فبعد ما خلصت النيابه وكنت مبسوط قوي بالشغل، اكتشفت، معرفش ده في جراحه قلب بس ولا يمكن عندنا احنا بس، اكتشفت ان انا وصلت الليفل بلاتو. لو انا لا انا بتعلم حاجه جديده، ولا انا حاسس ان انا يعني محصور في حته معينه، مش عارف اكبر، مش عارف ابروجريس يعني. فطول عمري كان عندي فكره السفر دي، بس كنت متاكد ان استحاله اعرف اسافر، استحاله لكذا سبب. اول سبب لان الموضوع كومبيتيتيف جدا بالنسبه للجراحه. ثاني سبب ان الموضوع محتاج فلوس كتير قوي عشان تسافر، سواء الامتحانات سواء التجهيزات، ومحتاج ناس تكون عارفها هناك. ده اللي انا كنت فاكره وقتها. وانا كنت شغال ساعتها، يعني كنت شغال 24 ساعه، ما كنتش عارف هذاكر امتى ولا هسافر امتى، وازاي اسيب كل اللي انا فيه ده وفي الاخر ما اروحش في حته، وفي الاخر الاقي نفسي قاعد في الشارع. ف يعني اكتشفت بعد كده لما الدنيا ابتدت تبوظ شويه عندنا في المستشفى من ناحيه العيانين، قالوا الناس ابتدت تمشي، الادارات ابتدت تشتغل. انا قلت انا ما عنديش اي خيار تاني، يعني لازم اخد الريسك ده. فحاولت اراسل كذا حد بره على اساس ان انا اعمل ريسيرش، لان محدش عارف مين اللي جاي من مصر ولا مين اللي جاي من بره امريكا ده. فانا عايز حد بس يشوفني، اتعرف على الناس، ان الريسيرش مش هدفه ريسيرش بس، الريسيرش هدفه انك تعمل كونكشنز، تبقى عارف الناس، لان امريكا بتعتمد على، فيها حته يعني انت عارف فلان الفلاني، هو عارفه كويس وممكن يوصي عليه. ازاي تعمل ده وانت قاعد في مصر؟ استحاله. فلازم تبني الموضوع ده في امريكا وانت في امريكا، عن طريق الاوبزرفر شيب، عن طريق الريسيرش. انا كان حظي كويس ان انا لقيت مكان ريسيرش كويس لمده سنه ونص. في الفتره دي عملت علاقات جامده جدا جدا، يعني كنت بتركل في كل حته، بمشي ورا ده وامشي ورا ده وامشي ورا ده، اقول له انا عايز اجي، انا عايز مش عارف ايه، على اساس لما اقدم الناس تبقى عارفاني. الكلام ده كان في سنه 2000 2021 بعد الكورونا.
قعدت سنه ونص بعمل ريسيرش، ورحت مقدم اول مره اقدم فيها، وما قدمتش غير على الجراحه بس، ان انا ما كنتش عايز اخش حاجه تانية غير الجراحه، لان انا كان بقالي 7 سنين شغال جراحه، يعني كنت حاسس الموضوع هيبقى صعب ان انا اغير يعني. فحظي كان كويس ان انا يعني جالي انترفيو في كذا مكان، واتقابلت في المكان اللي انا فيه دلوقتي ده. طيب ما شاء الله. طيب حضرتك وقتها بس ما كانش باختصار. عندك تخوف فكرة ان احنا مش فريش جراد؟ انا دايما احنا بنسمع اشاعة اللي هو ايه، فريش جراد ده النسبة بتاعته ان هو يتقبل احسن من لو حد متأخر شوية او هو اه طبعا. خد وقت. طيب حضرتك بتقول قعدت 7 سنين لحد ما انت وصلت اللي حضرتك فيه دلوقتي، ان قدمت ومشيت في الاجراءات دي كلها. طيب ما جاش عندك التخوف ده اللي هو بعد 7 سنين ممكن ما تقبلش، ممكن فرصتك قليلة والكلام ده كله؟ كان عندي طبعا، انا كنت حاسس ان فرصتي معدومه يعني، لدرجه ان انا الابلكيشنز اللي كنت ببعتها كانت بتتفلتر من غير ما حد يفتحها، عشان انا كان بقالي 10 سنين متخرج. مهم. قال لك هنجيب واحد بقاله 10 سنين متخرج نعمل بيه ايه؟ انا قدمت مثلا على 180 مكان، ما جاليش غير 5 انترفيوز بس. ليه؟ اوف. عشان بيتفلتروا، مم. بيتفلتروا من بره. يعني هو هيشوفك ليه وانت بقالك 10 سنين؟ دي حاجه ضدي انا، بس دي ميزه ليكوا انتوا. مم. ولذلك احنا لسه انا شايف بنبدأ الطريق. ما انا بقول لك دي احسن حاجه، ده احسن وقت انت تروح فيه دلوقتي. مم. انا كنت محظوظ بسبب الموضوع ده، عشان كده انا عملت ريسيرش عشان اعرف اتعرف على الناس. انتوا ممكن يكون يعني عندكم فرص احسن مني بكتير، انتوا لسه متخرجين، هم بيحبوا قوي الناس اللي لسه متخرجين حتى في الجراحه. يعني ولا فرق معاهم ان انا كنت بعمل عمليات وبساعد في عمليات، ولا فرق معاهم الكلام ده. ليه؟ عشان هم عارفين اي حد هيدخل معاهم بعد 5 سنين هيطلعوه عمل ازاي، فهو مش فارق معاه. مم. بالعكس، هو على فكره ده عمل عليا بردن اكتر، يعني عمل عليا تقل اكتر، لان هم متوقعين مني حاجه معينه. فلما بتعمل حاجه كويسه بيقول لك ما هو طبيعي، ما هو كان جراح في مصر. مم. ولما بتعمل حاجه مش مظبوط قوي او مش كويسه، يقول لك ايه ده، معقوله هو عمل كده ازاي؟ مش ده كان بيشتغل في مصر ويعمل عمليات مش عارف ايه. فبالعكس الموضوع ده على فكره عمل عليا ستريس جامد قوي. مم. فلذلك انتوا انت كلكم انت حطيت متخرجين. نفسك في اريا اللي هو انا لازم في ما ينفعش اقل عنه، ما ينفعش اغلط، ما ينفعش اوصل لليفل. هم اللي حطوني في الاريا دي، مش انا اللي حطيت نفسي. مهم. وده طبيعي. بقول لك ده واحد جاي اوريدي تريند، يعني اوريدي متمرن. طيب حضرتك ليه اشمعنى امريكا يعني؟ حضرتك ليه ما فكرتش مثلا كمعظم الشباب اللي هو ما اسافر الخليج او راح المانيا او راح بريطانيا؟ يعني حضرتك ليه اخترت امريكا رغم ان حضرتك عارف ان زي ما قلت الريسك بتاعك عالي جدا، وفي نفس التوقيت ان الفرص انك أنت تتقبل قد تكون مستحيله او صعبه جدا ان هي تتحقق، رغم كده اخترت انك انت تمشي في التراك ده. فعشان ابقى صريح معاك، يعني امريكا احسن مكان في العالم تتمرن فيه. احسن مكان في العالم، لو رحت امريكا تقدر تروح في اي حته في العالم بعد كده. مم. ومشكله انجلترا ان ناس كتير اللي بتروح برضو بيبقى صعب قوي ان هم يكملوا كونسلتنتس. يعني انت بتروح ريجسترار او زي نايب لفتره كبيره جدا، وبعد كده بعد ما بتخلص الفتره دي بتدخل في النيابه تاني لو هم عايزينك، فيها بتاع 10 سنين. فانا بالنسبه لي امريكا كانت يعني الموضوع مختلف، يعني بعد ما انا دخلت في السيستم الموضوع مختلف خالص. مهم. طيب هي صعبه بس هي تستاهل يعني. حضرتك فكرة السفر لأمريكا بالذات جات لك بعد ما أنت شفت الفلو أو شفت إن الدنيا في مصر بقت إلى حد ما مش أنسب حاجة لحضرتك ففكرت في السفر، مش كده؟ دي حقيقه. لا مش من قبل طيب كده. بدأت التراك بتاع حضرتك إزاي؟ يعني خلاص أنا دلوقتي أنا عاوز أسافر أمريكا، بدأت إزاي الستبس؟ ده كان في 2019، انا فاكر 2019 ما كنتش عندي فكره خالص هو الواحد يروح امريكا ازاي اساسا. ما كانش عندي فكره اي حاجه، ولا التقديم ولا اليو اس ام ال ولا اعرف اي حاجه من الحاجات دي. ده كان في كورس بيتعمل في الجامعه انا فاكر، رحت حضرت محاضره ولا اتنين، بعد كده قلت انا لا يمكن اكمل، ده انا كده عمري ما هنجح في اليو اس ام ال اساسا، من كتر ما هم كانوا بيعظموا اليو اس ام ال. دي خبر حقيقة. وانا جبت مش عارف ايه، وانا مش، انا اكتشفت ان كل ده في الاخر اي كلام. يعني اليو اس ام ال دي هتشوفوا لما تاخدوها موضوع يعني اسهل مما تتخيل. وسنه 2019 ابتديت اراسل ناس في امريكا عن طريق ناس اعرفهم هناك. يا جماعه انا عايز اجي اعمل ريسيرش، اي حاجه، اي ريسيرش. في الفتره دي ابتديت اذاكر ستيب 1. تخيل انا كان عندي، يعني كنت متخرج بقالي 8 سنين وبذاكر ستيب 1 وشغال. موضوع طبعا ما متعب كنتش فاهم نفسيا. حاجه اساسا، انا ما كنتش فاهم حاجه. مم. فالموضوع بالنسبه لي كان صعب جدا، بس كنت لازم اخلص. مم. فخلصت دلوقتي، ساعتها كمان كان سكور، يعني ما كانش ما كانش باسنج بس فيه زي فيل. دلوقتي الناس كلها بتنجح. فخلصت وقالوا لي طيب احنا عندنا مكان ليك، تعالى السنه الجايه
هتعمل ريسيرش في زراعه القلب وحاجات كده. قلت له ماشي. فكنت عايز اخلص قبل ما اروح اليو اس ام ال. مم. عايز اقول لك انا اخدت ستيب 1 وستيب 2 في 10 شهور على بعض. ما شاء الله، ما شاء الله. لا ما هو مش ما جبت، ما هو خلي بالك انا ما جبتش سكورز عاليه قوي، فدي برضه حاجه مهمه. مم. السكورز مهمه ولكن مش زي ما انتم متخيلين. مش نفس يعني انا جبت، اللمه واللي هي والهاله اللي محطوط عليها اللي لا 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 اجيب مش عارف 270 200 ومش عارف كام والارقام. خالص، ما حدش ما بياخدوش بالحاجات دي دلوقتي. مم. اصل انا هعمل ايه بواحد جايب 270 وهو ما عندوش كوميونيكيشن سكيلز او ما بيعرفش يتكلم مع الناس، ما بيعرفش يتكلم مع العيانين، ما عندوش بالذات في الجراحه، ما عندوش الثبات الانفعالي بتاع الشغل في الجراحه يعني. طيب معلش نرجع تاني دكتور نادي، حضرتك بتقول ان يعني دلوقتي الاولويه ما بقتش فكره السكور على قد ما هي فكره السوفت سكيل والكونكشن، صح كده؟ كونكشن دي حقيقه. طيب حضرتك ممكن نسال يعني سؤالين في بعض. السؤال الاولاني، حضرتك ممكن نبيلد الكونكشن ازاي واحنا لسه اندر جراد اللي يعتبر في امتياز يعني او تم ميديسن، او حتى الطلبه لو عاوزه تسافر، يعني ازاي نعملهم؟ والفكره ازاي اكتب مثلا ايميل او حاجه اوفيشال عشان للجامعات او الدكاتره او المستشفيات اللي هناك عشان اطلع ك ريسيرش بوزيشن اوبزرفر الكتيف او اي حاجه من الحاجات دي. مم. العلاقات عمرها ما هتمشي في مصر. لازم تراسل ناس على قد ما تقدر. في جروب على فكره على الواتساب عباره عن مصريين بيقعدوا يبوست حاجات عباره عن ريسيرش اوبزرفر شيب بايميلات ناس، بايميلات بروجرام دايركتورز والحاجات دي. دي الحاجات اللي انت بتبعتها وتبتدي تعمل كونكشنز منها. ولكن انا شايف ان احسن حاجه هي الاوبزرفر شيب عن طريق اي فرصه ممكن تجي لك. يعني انت هتبعت لناس كتيره جدا، ممكن ناس ما تردش، ولكن هم ساعات بينزلوا زي اعلانات كده ان احنا محتاجين حد يجي يساعد اوبزرفر شيب، عندنا مكان للريسيرش بوزيشن. دي الحاجات اللي تقدر تعمل بيها كونكشنز قبل ما تسافر. طب حضرتك تنصح ان احنا نخلص ستيب 1 على الاقل مينيمم قبل ما نسافر، ولا عادي لو انا لسه ما جهزتش نفسي؟ لان حضرتك عارف النظام الجديد دلوقتي سنتين امتياز، فسنتين امتياز ممكن ابدا احضر فيهم ستيب 1، بس ممكن اخد وقت شويه اتدلع فيها شويه ومش عارف ايه. ممكن خلال الفتره دي تجي لي فرصه، هل انتظر لما اخلص ستيب 1 واسافر، ولا ممكن اسافر من دلوقتي على طول؟ لا ممكن تسافر من دلوقتي على طول. يعني ما انتظرش. بس خلي بالك يعني الاوبزرفر شيب دي يعني هتبقى اخرها 3 شهور او 6 شهور صح؟ اه بالظبط، هي 3. هتعمل هتعمل ايه بعد كده؟ ما انت هتقدم، فافرض انت مش جاهز هتضطر ترجع تاني. هضطر ارجع تاني بالظبط. على الاقل على الاقل تبقى مخلص ستيب 1 على الاقل. ده رايي الشخصي يعني. طيب حضرتك دكتور نادي قلت ان حاجتين. الحاجه الاولانيه انك انت ما كنتش عارف 2019، مش عارف اي حاجه وقت ما انت كنت ناوي انك انت تسافر، ورغم كده ما شاء الله حضرتك خلصت ستيب 1 وستيب 2 في 10 شهور. ف ايوه. ازاي الكورسات حضرتك بداتها وازاي عملت الحركه الجامده دي؟ لان بيقول لك مثلا ستيب 1 على الاقل تاخدها في 6 شهور او في سنه، حضرتك انت جمعت الاثنين ما شاء الله في ايه، في 10 شهور. ما هو لو ستيب 1 6 شهور فانا اخدتها في 6 شهور، وبعد كده امتحنت ستيب 2 بعديها على طول لان ستيب 2 اسهل بكتير. فكل اللي عملته، سيبك من الفيديوهات والورق والحاجات دي كله، ده حاجه ليا انا كنت مزنوق كنت لازم اسافر. فكل اللي عملته ان انا قريت كتاب فيرست ايد وحليت الام سي كيوز بتاعت تي وورلد كلها. مهم. وده اللي انا عملته. جبت في ستيب 1 220 وفي ستيب 2 240. مش حاجات رهيبه يعني، دي حاجات على افريج، ممكن يكون اقل من الافريج كمان. مهم. ورغم كده حضرتك لقيت opportunities للجراحة وماتشت وعملت ماتشنج في الجراحة، رغم ان السكور قليل، بس اللي ساعد كده ايوه، الريسيرش بوزيشن، صح؟ ان انت خدت. الكونكشنز والريسيرش بوزيشن هو ده اللي فرق. تمام. طيب نسأل حضرتك سؤال تاني، معلش ثانية واحدة اجمع الأسئلة. هكتب لكم اسم الجروب في الاخر بس انا مش فاكر. استنى. هو ممكن لو في لينك يا دكتور نقدر نبعته لهم، يعني ننزل لهم اللينك. هبعته لك. اوكي تمام. شباب بعد ما نخلص الميتنج ان شاء الله ننزل لكم لينك الجروب هبعته لك اه. ده مفيد جدا، الجروب ده مفيد جدا فعلا يعني. تمام جدا. طيب حضرتك هل واجهتك اي مشاكل خلال التحضير في الستيب 1 وستيب 2، او اي ازمات مثلا نسميها؟ لا ما حصل، مع جريء يعني الدنيا كلها كانت ماشيه كويس حقيقه. يعني خلاص انا خلصت ستيب 1 وستيب 2 بعد كده سافرت.
طيب بالنسبة للتحضير والكلام ده كله، كان بالنسبة لك مجرد فيرست ايد، ويعني قرأته على السريع واليو حلتها وخلاص على كده؟ مش الأسماء اللي احنا نسمعها اليومين دول، مش عارف كورسات لمين، عارف فين. و انا عمري ما فتحت فيديو ولا شفت حاجه ولا قريت ورق تاني غير اللي انا قلت لك عليهم دول. ممكن اكون انا غلط يعني، ممكن، ما انا برضو انا مش مثال لان انا جايب سكورز عاديه ممكن تكون قليله، ولكن مهم. ده اللي حصل معايا. ولكن ما تقعدش تكبر الموضوع على نفسك قوي لدرجه ان انت ما تخلصش في الاخر. مهم. طيب حضرتك في فكرة اللغة، يعني لو حد مثلا أو معظمنا في مصر، يعني نقول إن الستاندرد الإنجليش بتاعنا عالي، مش اللي هو فلوينت ولا أي حاجة من الحاجات اللي إحنا بنشوفها مثلا في دول تانية. هل دي تشكل أزمة أو عائق لفكرة إن أنا أسافر؟ ولا اي حاجه خالص، لان احنا عندنا ناس كتير قوي في معانا في النيابه. على فكره النيابه بتاعتنا فيها فيها 2 امريكان بس، كلهم من جميع انحاء العالم. وفي ناس كتيره جدا كل واحد بيتكلم انجلش بطريقه معينه، المهم تبقى مفهوم مش اكتر. مم. لان حتى العيانين مختلفين، يعني مش العيانين، يعني انت عارف انجلترا والبلاد التانيه بيبقى فيها موضوع الريس ده اصعب شويه. ليه؟ لان هم كلهم المان، كلهم انجليز، كلهم في امريكا صعب قوي تلاقي حد. ايوه في امريكان طبعا، بس في اسبان وفي من الهند وفي من، يعني هتلاقي نفسك مندمج معاهم اكتر، لان الامريكان مش زي ما انت متخيل يعني. مهم. برضو بتختلف في الولايه من ولايه لولايه. حضرتك في ولاية إيه دلوقتي؟ انا في بنسلفانيا. مش عارف أنطقها أصلا. تمام، ماشي. طيب خلينا نتكلم عن فكرة دلوقتي أزمة بالنسبة لنا في حوار الدولار. حضرتك أغلب ايوه. المصاريف اللي كلفتك في خلال الخطوات من أول ما بدأنا في ستيب 1 لحد ما حضرتك عملت و... ويعني واستقريت هناك؟ بلاش بقى. طبعا كتير جدا، الامتحان اليو سي ميل دلوقتي بقى ب 1100 دولار. فانت بتتكلم في 2 ستيبس، يبقى كده داخل على 2 قول 2000 دولار. المشكله في التقديم، انا دافع 5000 دولار عشان اقدم على 180 مكان. إيه ده؟ هو حضرتك لما تيجي بتقدم السي في أو كده مكان بفلوس. ايوه لما بتقدم عن طريق الماتشنج كل مكان بتقدم فيه ب 25 دولار. مهم. فحضرتك قدمت في 180 في حوالي $1000. تقريبا اه. اه. طيب حضرتك كتير جدا طبعا. على وقتك كان ستيب 2 ستيب 1 ستيب 2 في امريكا صح؟ دلوقتي ممكن تقدمه من هنا من مصر تقريبا ستيب 1. لا كان انا في وقتي كان كله من مصر عادي. انا ما امتحنتش اي حاجه في امريكا غير ستيب 3، عشان انا هنا يعني مش عشان. مهم. ما بقاش طيب. فيه السي اس اتلغت خلاص. مهم. طيب حضرتك خلينا نتكلم عن يعني ستيب 1 الى حد ما محبوسه واتحبست، وستيب 2 الى حد ما برضه اتكلمنا شويه عن اه ستيب 3 يعني. هي ستيب 2 بالظبط. هم بس عايزين يلموا فلوس بالظبط. هي ستيب 2 زايد عليها حاجه اسمها كلينيكال كيس سيناريو، يعني يجيب لك عيان بجد بس على الكمبيوتر. كل اوبشن بتختاره ممكن في الاخر يؤدي ان العيان ده يموت. مهم. بيعمل لك جريدنج في الاخر. ولكن عايز اقول لك ان دول اسهل حته في ستيب 3 وعليها اكتر درجات. الكيس سيناريو. اه يعني حضرتك كنا سمعنا ان ستيب 3 لا، انك انت بتشوف زي نظام الاوسكي كده، انك انت بتمتحن على بيشنت حقيقي، لا مفيش ومفيش كلام الكلام ده. ده زي أنا لسه هو. امتحان على فكره من اسبوعين. مم. حضرتك شفت البوست على الفيسبوك؟ مبروك لحضرتك. هو الله يبارك فيه، هو الامتحان بس صعب شويه لان هو يومين. واول امتحان اول يوم 7 ساعات وتاني امتحان 9 ساعات. يعني مين يقدر يستحمل يقعد كل ده قدام كمبيوتر؟ يعني دي مشكله، يعني باجي في الاخر انا عايز امشي خلاص مش عايز اكمل. فاهم؟ مدة طويلة ولكن قوي. عارف نسبه النجاح في السيف 3 كام؟ 98%، محدش بيسقط. يعتبر كله بينجح من اللي هو. ولكن عايز اقول لك على حاجه، ستيب 3 مهم قوي قبل النيابه لو انت عايز تماتش. انا ما كنتش واخدها برضو يعني. شوف، يعني الحاجات دي كلها في صفكم، ان انتوا متخرجين بدري، ان انتوا ممكن تكونوا ممكن تخلصوا ستيب 3 قبل الماتش، بيبصوا عليها قوي. مهم. خلاص انتوا بس المشكله اللي هتقابلكم هو ان انتوا تعرفوا تروحوا هناك في الاول عشان تقدروا تقابلوا الناس وتعملوا كونكشنز. طب الجروب ده بيسهل قوي الموضوع ده. طب حضرتك معلش نقطة كده، يعني الستيب 3 مالهاش علاقة بالنيابة؟ لا لازم ستيب 3 عشان تخش الفيلوشيب اللي هي السب اللي هي بعد سبيشاليتي. النيابه. السب ايوه سبيشاليتي، لكن النيابة العادية لكن لا لا مش لازم. لا يعني انا مش لازم ممكن اسافر ولكن واشتغل هناك وانا اه طبعا.
ما انا اشتغلت سنه ونص لحد ما عملتها من اسبوعين. مهم. بيديني اللايسن كل حاجه كاني انا الشغل ايوه، ليجل، كله ليجل. ايوه، شغل ليجل ولايسنس ودكتور وكل حاجه. مهم. طيب حضرتك سؤال، وانت بتسافر طلب منك اي requirement سواء كسفارة او في امريكا ان هو فاكسين معين او في اي حاجات معينة طلبت منك انك انت تبقى المفروض معاك وانت مسافر، اللي هو شهادة تطعيمات مش عارف ايه، اي حاجة من الحاجات دي؟ هم طلبوا شهاده تطعيمات، بس طبعا يعني دي كان سنه حاجه و80، فطبعا هم ما خدوش بيها اساسا. فهو بيعمل ايه؟ هو بيقول لك هات الشهادات اللي معاك، وبيقوم عامل لك انتي بوديز لكل الحاجات اللي هو عايز يتست عليها. فعايز اقول لك ان انا لما رحت طعمت اكني طفل تاني، طعموا لي كل حاجه. من اول وجديد يعني تاني. حصبه وتي بي وكله. مم. لا، تي بي ما طعمتش، حصبه والحاجات التيتانس والحاجات دي. ما بيعترفوش بالتطعيمات المصرية. لا، هو بيعمل لك انتي بوديز، لا مش عاليه، هيقوم مدي لك هيديك التطعيمات تاني من ولازم اول مش وجديد، اه. بمزاجك. انا قعدت يومين سخن بعديها انا فاكر. طيب حضرتك سؤال، هو لو لا قدر الله انا دخلت دلوقتي في ستيب 1 وحصل لي فيلد فيها، ما عرفتش اعدي، او ستيب 2 حصل لي فيلد فيها، يعني في اي يكن من التو ستيبس دي، هل اتاثر بالماتشنج؟ يعني مثلا يعني الدرجات الكبيره مش فارقه قوي، هل لو حصل فيلد وعدت الستيب 1 او ستيب 2 مره تانية هتاثر في النيابه، بالذات لو عاوز تخصص جراحي؟ اقول لك على مفاجاه. ايوه. انا فاجئ. سقطت في ستيب 1 قبل كده. اصلا. في بدايه النيابه كنت بقى عايز لسه شاب وعايز اسافر. فاخدت ستيب 1 وسقطت على درجه واحده. بعد 5 سنين دخلت الامتحان تاني قبل ما يقع. هو بعد 7 سنين بتضطر يعني ممكن تعيد زي ما انت عايز. بعد مهم. 5 سنين دخلت الامتحان تاني وعديت. انا مش شايف ان دي عائق خالص. هم على فكره بيركزوا فيها يعني. بس انا كنت محظوظ ان انا يعني ما اثرتش عليا. بس انا ما تهيأليش حد ممكن يسقط في ستيب 1 دلوقتي. بعد ما تحول الباس وفيل. بس سوفيل بيسهل قوي الموضوع. مهم. طيب خلينا يا دكتور نتكلم عن الأزمة الأشمل في جمهورية مصر العربية، فكرة الأكريديتيشن وفكرة إن المكان ده أكريديت ولا لأ. حضرتك أكيد من جامعتنا، وجامعتنا للأسف مش معتمدة، رغم كده حضرتك عرفت تسافر وتروح وتماتش. لا، ما هو انا على فكره عرفت الموضوع ده يعني مؤخرا. بس انا لما سافرت كانت معتمده. انا ما اعرفش ايه اللي حصل بعد كده. يعني لما كنت بتمتحن يو اس ام كنت بتروح المكتب اللي عندنا في الدور الارضي، وهم كانوا بيبعتوا الورق. انا ما اعرفش الكلام ده لسه موجود ولا لا. ساعتها كانت لا، اكريديتد. انا سمعت ان هو ما بقاش اكريديتد. لا، ما مش اكريديت خالص، بالعكس بيقولوا ان الجامعه عندنا مش اكريديت خالص من يوم ما طلعت، يعني هو كان شبه بروتوكول او حاجه زي دي، يعني بس كاكريديتيشن للاسف لا. الجامعة عندنا مش اكريديت خالص، هم ماشيين دلوقتي في البروسس بتاعة الاكريديتيشن، لكن لحد دلوقتي ستيل احنا منتظرين الفرج من عند ربنا. يعني هي عمرها ما كانت اكريديتد. اه بالظبط، رغم كده حضرتك خلاص مش هتفرق في حاجه، ما انا معترفين بيا كام دي عادي يعني. ما اثرش معاك في التقديمات او اي حاجة؟ خالص. طيب حضرتك من خلال مثلا زمايلك صحابك او الاريا اللي حوالين حضرتك، هل سمعت ان حد مثلا وقفوه او اعترضوه او حصل له اي نوع من انواع المشاكل بسبب موضوع الاكريديتيشن ده؟ الحقيقه لا. بالذات ان هم سمعنا ان الاكونت دلوقتي بيقول لك ان اخرك 2024 لو الجامعه مش اكريدت مش هتفتح الاكونت بتاع الاي اس اف ام جي، مش هتفتحه خالص ولا اي حاجه من الحاجات دي. انا ما اعرفش الحته دي بالظبط. بس انا يعني لما سافرت، وفي ناس كتير اعرفها على فكره جامعه مصر سافروا بس في تخصصات تانية، ما حصل لهمش اي مشاكل خالص. مهم. فهي دي يعني اشاعه مغرضه ملهاش اي 30. انا سمعت كده، بس يعني انا سمعت الموضوع ده، بس انا ما اثرش عليا وما اثرش على الناس اللي انا اعرفها اللي هم متشوا هناك يعني. مهم. طيب خلينا نسأل حضرتك سؤال تاني. حضرتك دلوقتي يعني حضرتك قلت ان السي في مهم جدا. من وجهة نظر حضرتك ايه الحاجات اللي انا لسه لو انا اندر جراد او اللي انا لسه فريش جراد اعملها علشان اقوي السي في غير الريسيرش؟ حضرتك قلت الريسيرش حاجة مهمة جدا ونتكلم عنها تفاصيلا الليتر اون، لكن دلوقتي ايه الحاجات التانية اللي انا اهتم بيها او اركزها في سنتين الامتياز او لو لسه انا اندر جراد؟ بص، هما بيبصوا الحاجات اللي انت بتعملها بره المستشفى. يعني لو تقدر تروح حاجات قوافل او حاجات تقدر تكتبها في السي في بتاعك ان انت ساعدت فيها حاجات انسانيه، بتفرق معاهم قوي. مهم. تاني حاجه، لو انت زي ما قلنا هتعمل اوبزرفر شيب، هم ما بيحبوش اي جاب في السي في. يعني ما يحبوش اي سنه او سنتين انت ما كنتش بتعمل فيهم حاجه.
مم. ولذلك انت لو انت شايف ان انت فاضل لك سنتين او ثلاثه عشان تعرف تسافر، حاول تبقى بتعمل حاجه هنا عن طريق نيابه، عن طريق ان شاء الله حتى وزاره الصحه، مم. عشان حاجه تثبت ان انت، لان هم كان عندهم مشكله يصدقوني يعني ايه. انت بقالك 10 سنين متخرج، ازاي ما في ال 10 سنين دول ما كانش عندك سنه جاب او سنتين جاب؟ وقعدوا دققوا قوي في الانترفيو على الحته دي. بس فعلا انا ما كانش عندي جاب، أنا اشتغلت فعلا كل يوم من ساعه ما اتخرجت. دي بتفرق معاهم قوي، ما بيحبوش البني ادم اللي هو قاعد في النص ما بيعملش حاجه ده. لازم يعني إيه، طول السنة يبقى في أي ايفنت أو أي حاجة أنت تشغل فيها، سواء تطوعية سواء بسالري سواء بأي حاجة، المهم إنك حاجه طبيه. اه طبية بالظبط. بالظبط. طيب اه الحاجات الإكسترا كليكم بتفيد الإنسانية بقى، زي ايه؟ بتفيد جدا. مش عارف إيه والقصص دي. بتفيد جدا على فكره. انت فاكر في جامعه مصر لما كنا بنطلع قوافل؟ مهم. انا طلعت سينا. 18 قافله. فكل الكلام ده خلص بيفرق طويسي. معاهم قوي. انا دكتور عمرو، الكلام ده مم. بيفرق معاهم جامد جدا. خلي بالك الامريكان عاطفيين مش زي الانجليز. فكل ما يبقى أنت عندك سي في كويس في التطوع والقصص دي، كل ما أنت ليك يعني إيه، تفرق معاهم، السي بتفرق في معاهم بتاعك جدا. أحسن من غيرك. دي حقيقة. طيب خلينا نتكلم حضرتك عن الريسيرش، حضرتك اتعلمته فين؟ يعني عندنا في الجامعه ما اعتقدش ان هم انترستد بحاجه. معلش انا بذنب كتير ومش ذنب والله، لا صح. لو حد لا انا عارف. انا اقول لك، انا ما سافرت ما كنتش عارف يعني ايه ريسيرش اساسا. بالظبط وقالوا لي صح. تعالى وهتمسك ماسك اللي مش يعني، وانا مش عارف يعني ايه ريسيرش. ولكن اللي انت كنت بتعمله هنا ده في الماجستير، وتروح المكتبه اللي قدام عين شمس عشان الراجل يطبع لك الرساله، ده مش ريسيرش. هو ده كان كل خلفيتي عن الريسيرش. يا ترى مين اللي هيطبع لي الورقه، يا ترى مين اللي هيناقشني. طبعا الكلام ده مختلف خالص. انا رحت هناك في سيستم، كل واحد بيعمل الحته بتاعته، فبالتالي انت الحته اللي مطلوبه منك انك مش انت اللي بتجمع الداتا، مش انت اللي بتعمل statistics، مش انت. كل حاجه بتتحط قدامك وانت يا دوبك بتحطهم مع بعض وتبريزنتد بشكل كويس. وهم بيساعدوك في ده ليه؟ لان هو من يعني هو بيبقى عايز اسمه يتحط على الريسيرش ده برضه. طيب حضرتك اتقدمت على الريسيرش بوزيشن وانت ما عندكش خلفيه عنه، ولا كنت دارس خالص. قبل كده ولا دارس حاجه. واتقبلت انا يعني؟ ما كنتش عارف. انا ما كنتش عارف، ما عشان انا برضه كنت عارف ناس هناك، دي برضه بتفرق. مهم. وبرضه انا عملت ريسيرش في التخصص بتاعي. يعني هم اللي عاده اللي بيعمل ريسيرش هناك طلبه. فالمستشفى لما لقت واحد كان جراح قلب اساسا وعايز يجي يعمل ريسيرش، قال لك طب ما ده هيبقى مفيد. مم. ردا على سؤال حد محمد نبيل سال هل الريسيرش ده كان بيد؟ كان بيد. باخد فلوس، كان بيساعد جدا ان انا اقدر يعني اصرف الفتره عقبال ما اعمل ماتشنج. ما كانش كتير ولكن كان بيكفي بزياده. هل كل الريسيرش بيد؟ لا، بس معظمهم بيبقوا بيد. مهم. طيب حضرتك ممكن نلاقي حاجه زي دي في نفس الجروب تقول عليه ده اللي ممكن يفيدنا، او ان احنا نسيرش بنفسنا ايوه طبعا. دي. الجروب ده عباره عن ريسيرش بوزيشنز، عباره عن اوبزرفر شيبس، عباره عن الناس اللي بتقدم لاول مره في الماتش، يعملوا ايه وما يعملوش ايه، ويقدموا ازاي في كل المجالات، مش في الجراحه بس. طيب فاميلي ميديسن. جميل جدا، حضرتك قلت جمله حلوه، قلت حضرتك انك انت عشان كنت عارف فسافرت، اعرف حد ازاي وانا هنا من مصر؟ يعني اعرف ازاي؟ عن طريق مراسلات او عن طريق ناس مصريين هناك يقدروا يوصلوك بحد. وده انا بحاول اعمله على فكره برضو، ناس كتيره هنا. مهم. يعني احنا المستشفى بتاعتنا ليها علاقه بجون هوبكنز. جون هوبكنز اللي في ماريلاند من اقوى المستشفيات. يعني الاساتذه اللي هناك بيشتغلوا معانا، واحنا بنروح نعمل هناك روتيشنز في نص السنه. حلو. فاحنا بنعرف ناس هناك، وفي سوريين وفي لبنانيين، جراحين لبنانيين دول بيساعدوا جامد قوي. وهتلاقي على الجروب ده الناس بتساعد بعض في الموضوع ده. هو حضرتك في اشاعه طلع، او مش اشاعه للاسف، يعني فيها نوع من انواع الصح، يقول لك ان الهنود والسودانيين والباكستانيين بيساعدوا بعض جدا لما يجوا يسافروا، لكن المصريين نادر ما تلاقي حد هيلفول ان هو يساعدك لما تكلم حد فين وفين عبل ما يعبرك اصلا يعني. تلاقيه كل الدول هي بتساعد الا احنا ما اعرفش، احنا علينا عمل ولا ايه؟ إحنا علينا طار ولا ايه القصه يعني؟ حضرتك شايف؟ يبقى كده، يبقى كده انا مش مصري، انا سوداني بقى. لا ما اقصدش يا حضرتك، لا هو انا في ناس بس نسبه قليله. لا 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 لا، مش قصدي يعني الكلام ده مش على كل الناس صدق. بس يعني الناس كلها انا. اغلب، يعني الاغلب، يعني المصريين للاسف الاغلب، يعني على مستوى شخصي اعرفهم، يعني ناس صحابي حاولوا انهم يكلموا حد،
يعني ما عبرهمش بربع جنيه، بعت بالصدفه لحد مش عارف باكستاني او هندي، هو اللي رحب بيه وسافر له، يعني سافر معاه هناك اوبزرفر شيب تقريبا. وهو كان واحد باكستاني وهندي يعني في نفس المستشفى بتاعت المصري، والمصري ما عبروش اصلا ولا رد عليه. فحاجه زي دي احنا عندنا تخوف من حاجه زي دي يعني. فانت شايف ان ممكن نعمل فيها ايه في النقطه دي، اللي احنا المصريين نفسنا يعني ما بيساعدوناش بره، فممكن نوصل ازاي لحد تاني غير المصريين؟ آه، بصراحه يعني انا اللي كنت اعرفه هنا قبل ما اجي ما كانش مصري، كان جراح امريكاني، وانا كنت برضه راسلته كذا مره وقعد فتره على ما رد عليا، وفي الاخر قال لي في بوزيشن موجود. لازم تقعد تبعت 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 تبعت. الناس اللي ازاي؟ موجوده هنا الناس اللي موجوده هنا هي اللي بتساعد لان هي قريبه من الناس. انما انا لو دكتور شغال وفي حد عمال يبعت لي ايميل من بره امريكا، مش هبقى انترستد غير لما حد من جوه يقول لي على فكره فلان الفلاني ده كويس ومحتاج يجي يعمل ريسيرش ومستعد يعمل اي حاجه. طيب حضرتك سؤال تاني، الكونفرنسز سواء السيرجيكال او بشكل عام اللي في امريكا، يعني ممكن نوصل لها ازاي؟ ممكن نقدم عليها ازاي؟ او لو انا مثلا اشتغلت ريسيرش مثلا وعاوز ابقى بريزنت في احد المؤتمرات في امريكا، ممكن اعمل الحاجه دي ازاي؟ ما انا عملت ده عن طريق المستشفى اللي انت شغال فيه، طيب يعني عن لو طريق انا لسه مش المستشفى. شغال في مستشفى؟ ويبقى انت على حسب انت عايز تقدم في مؤتمر ايه، بتخش وتعرف هو ميعاده امتى، خلاص، وتبعت. ولكن انا ما تهيأليش حد ينفع يبعت، ما اعرفش المعلومه دي صح ولا غلط، ما ينفعش تبريزنت ريسيرش وانت مش تبع يعني منظمه او مستشفى او مستشفى. حاجه؟ انا طيب ما اعرفش اذا كان المعلومه دي صح ولا غلط، لو حد يعرف يصحح لي بس. لان كل الناس اللي انا لما رحت المؤتمرات وشفت البرزنتيشن كلهم تبع المستشفيات. مهم. هل اشترط اكون اوثر للريسيرش ولا لا؟ يعني ممكن سكند لا مش شرط ولا تفرق خالص. ولا تفرق، المهم انك انت تبقى في مستشفى وشغال على ريسيرش فانت بتبرزنت فيه. لان خلي بالك الريسيرش ده يعتبر كلينيك. احنا مشكلتنا لما بنروح نقدم بيقول لك انت ما عندكش كلينيكال اكسبيرينس في امريكا، صح؟ مهم. هيبقى عندي ازاي وانا ما اشتغلتش؟ ولكن الريسيرش ده يعتبر كلينيكال اكسبيرينس. اه. هو ده اللي احنا عايزينه بس. مش مهم. لازم حد يعني انا كان حظي كويس ان انا ببلشت 2 بيبرز، ماشي، ولكن اكتشفت بعد كده ان ده مش بيفرق قوي. طيب حضرتك بعد ما سافرت لامريكا، لو رجع بيك الزمن هتاخد التجربه دي تاني؟ هروح طبعا. ولا انت شايف ان حضرتك خدت وقت كبير او ممكن تكون تتعوضه؟ مثلا لو انت في مصر دلوقتي كان زمانك تبقى كونسلتنت مثلا، او آه، آه. ايه، بما انك كنت الاول على الماجستير في جراحه القلب. ف هو فات بايه؟ طيب هو ما فاتش بحاجه. ما فاتش بحاجه. لو الموضوع ده رجع بيا 10 سنين ورا هعمل نفس. انا بس بندم ان انا اتاخرت. تاخرت انك انت تسافر اصلا. بالظبط. طيب ليه؟ لان يعني كنت حاسس ان انا مش هعرف اروح، وكنت حاسس ان انا مش هقدر اخد الامتحانات، وكنت حاسس ان انا ما انا شغال هنا كويس، ايه اللي يحصل؟ في الاول كنت شغال مهم. فعلا كويس، لكن بعد كده لما الدنيا ضاعت يعني قلت خالص، ابتديت اقول انا عايز اخرج من هنا. وكان الموضوع اصعب على فكره، كل ما بتكبر كل ما بيبقى اصعب تخرج من مصر. طيب ما زالش يا دكتور ان بعد سنين الخبره اللي خدتها بتعيد تقريبا انك انت عدت الموضوع من الاول وجديد، كانك لسه نايب جونيور يعني، وتمشي في السايكل من اول وجديد؟ السنه اللي انا قعدتها السنه اللي فاتت دي سنه واحده، ماشي، ب7 سنين التريننج كله اللي انا خدته في مصر. انا بتكلم على سنه واحده. مم. وعلى فكره انا كنت بعرف امسك نيدل وبعرف اخد غرزه. انما المشكله ان ما عندناش تريننج بروجرام. يعني هنا لازم يقول لك تكون بتعرف تعمل كل الحاجات دي. لو ما عرفتش تعمل كل الحاجات دي حتى لو مش هتستخدمها مش هتعدي السنه اللي بعديها. مم. انت في مصر بتتعلم بكل واحد بيشوف حالات ايه، ففي عشوائيه في التعليم. عشان كده ممكن تلاقي واحد شاطر في الحته دي والتاني مش شاطر في الحته دي. هم هناك عاملين زي المصنع، وانت دخلت ما تعرفش اي حاجه خالص هتخرج ليفل ايه، لازم كله يبقى ليفل ايه. حلو. طيب حضرتك الكارديو ثوراسيك من اصعب السب سبيشاليتيز اللي فيها كومبتيتيف عاليه جدا في امريكا. الاورثوبيديك، النيورو سيرجي، حاجه زي دي. لو حد مهتم ان هو ياخد من السب، حضرتك تنصحه بايه؟ طبعا اي حاجه في السب سبيشالتيز دي فيها طريقين، يا اما طريق دايركت اللي هو بيسموه الانتجريتد بروجرام. انا حاولت اقدم فيه في جراحه القلب، ولكن في 35 مكان في امريكا كلها، بس كل مكان بياخد واحد. انت متخيل في 35 واحد من انحاء جميع العالم بيتقبل في السنه في الاماكن دي؟ استحاله. انا ما جاليش ولا انترفيو اساسا.
استحاله حد يبص لنا يعني. ولكن الطريق الثاني وهو الاصدق وهو الاسهل وهو اللي ممكن تدخل فيه هو الجنرال سيرجري، تدخل في الجراحه العامه، وبعد ما تخلص تقدم على فيلوشيب اللي انت عايز تخش جراحه، وتبقى سنتين زياده، يعني جراحه قلب سنتين، عايز تخش بلاستيك سيرجري 3 سنين لو جراحه التجميل، عايز تشتغل كجراح عام بعد كده اشتغل، عايز تخش بريست يعني في حاجه سنه من اول سنه لحد 3 سنين. مهم. بس في هنا تركه في الموضوع بقى، يا ريت حد كان قالها لي قريب برضه. لما تيجي تقدم، لو عايز تاخد تخصص صعب ما تقدمش على الكاتيجوريكال، كل نيابه فيها حاجتين، حاجه اسمها كاتيجوريكال ومعناها نايب اساسي، وحاجه اسمها بريليمينري معناها نايب احتياطي. يعني ايه؟ يعني انت والنائب الاساسي دول هتبقوا في سنه اولى زي بعض، ولكن هو متثبت، هو هيكمل ال5 سنين، انت مش متثبت. ولكن لو اثبتت نفسك السنه دي هتقدر تدخل من السنه اللي بعديها تبقى متثبت. مهم. دي البوابه الوحيده لاي حد من بره امريكا انه يدخل تخصص صعب. اي حد يقول لك حاجه غير كده لا يمكن هيدخل، لا يمكن. مهم. لما تيجي تقدم اي حد على، يعني لما يجي يقدم لازم يقدم على هم على فكره الاثنين بنفس الثمن، يعني انت مش بتدفع ده لوحده وده لوحده. فلما تيجي تقدم بتقدم على الاثنين، اوعى ما تقدمش على البريليمينري، لان البريليمينري ده هو بوابتك الوحيده انك تدخل التخصصات الصعبه زي الجراحه زي العظم زي الاي ان تي. ليه؟ لان هو بيعمل لك ايه؟ انا دلوقتي ما اعرفش مين نادر ده، صح؟ مهم. واحد مقدم من مصر، هل انا اعرفه؟ لا. انت عارف هناك بيعرفوا إن الطلبه من اول هم في الكليه بيروحوا يشتغلوا تحت النواب، فهو عارف ان الطالب ده لما يجي يقدم انا هاخده. بالظبط. انما هو ياخدك ليه وما يعرفش مين نادر ده؟ مش جايز يطلع مقلب يعني هاخده اساسي وفي الاخر البسه 5 سنين؟ مهم. يقول لك الحل الوحيد لو هو كويس فعلا انا هاخده السنه دي اجربه، والله عجبني خلاص هو كسبان، لان هو لو انت ما عجبتوش هيقول لك مع السلامه. مهم. لو طلعت كويس طب خلاص اللي تعرفه احسن ما تعرفوش هيخليه. طيب دي حاجه مهمه قوي. حلو. طيب حضرتك بتقول انت دفعت تقريبا في النيابه، مش المفروض انت بتاخد فلوس، او ولا بتاخد فلوس امتى، ولا هتفضل طول حياتك؟ انا دفعت في التقديم بس. يعني الشيت او الفورم بتاع التقديم له فلوس، وبعد كده لما تتقبل هم بيدفعوا لك؟ هو بيدفعوا لي كل حاجه بقى، خلاص انت بقيت يعني موظف دكتور، خلاص، فبعد كده تاخد هم مرتب. اه حتى مهم. وعلى فكره النايب الاساسي غير زي النايب الاحتياطي، نفس الجوب كسالري ديسكريبشن، ككل نفس حاجه الفلوس، وكتقديم. نفس كل حاجه، وانتوا بتتعاملوا نفس المعامله. طيب. الفرق الوحيد بس ان انت ممكن يعني بعد السنه دي يقول لك امشي يعني. طيب لو قال لي امشي، هل في مكان تاني ممكن بعده سنه، يعني من سنه تانية، ولا بعيد من اول تاني افضل في سنه اولى في الابتدائيه بتاعتها؟ على حسب المكان اللي هتروحه ممكن ما انت ساعتها بتقدم تاني عشان انت بريليمينري، يعني مهم. انت مش نائب اساسي، حلو. فبتقدم في اماكن تاني. بس المره دي الاماكن انت بقالك سنه شغال جراح في امريكا او شغال يعني قول اي حاجه باطنه، فبيقول لك الولد ده عنده فعلا كلينيكال اكسبيرينس في امريكا وبقاله سنه شغال نايب، ففرصك بتزيد مهم. في الاماكن اللي حواليك يعني. طيب حضرتك سؤال تاني. نصيحة لأي حد حابب إن هو يدخل تخصص الجراحة بشكل عام، حلو، سواء في مصر أو بره مصر، ممكن تنصحه بإيه؟ يعني كجراح بقى، كدكتور نادر جراح، للطالب اللي لسه ميزو اللي عاوز يدخل الجراحة، تنصحه بإيه؟ لا يعني انت قصدك على التخصص يعني بعينه يعني. التخصص بالظبط. ما العادي اللي هو لازم يكون بتحب الجراحه، لان الجراحه يعني قاتله بصراحه، يعني اللايف ستايل صعب قوي. يعني انا اكتشفت ان حتى هنا اصعب بكتير قوي عن المكان في مصر. على فكره انا كنت بروح القصر العيني ايام ما كنت بحاول اعمل الدكتوراه، وكنت بقعد في الرعايه بالايام وما اروحش وكده، قصه تانية خالص. ضغط الشغل والوركينج اورز والحاجات اللي بتعملها وانت نبطشي. انا عمري ما نمت في النبطشيه، شوف انا بقالي سنه عمري ما نمت 5 دقائق حتى، لا يمكن. الضغط صعب، ولذلك الناس بتطلع شاطره جدا لان هم على طول بيعملوا حاجه اكتف. مهم. عشان تكون قادر تستحمل حاجه زي كده، في ناس على فكره كتير قوي امريكان ما بيكملوش النيابه في الجراحه، ما بيستحملوش. عشان تكون قادر تكمل لازم فعلا تكون بتحب الجراحه، لان اللايف ستايل ما بيتحسنش حتى لما بتخلص النيابه، بيتحسن سنه بسيطه بس صعب صعب. يعني عشان كده الناس هنا يعني الناس لما بتخلص النيابه بياخدوا فلوس كتيره جدا لان هم فعلا بيتعسروا بالفلوس دي فعلا يعني. طيب حلو. حضرتك ايه قبل ما ايه اللايف، للاسف جالي نوتيفيكيشن دلوقتي انه قدامه ساعه، قدامه 5 دقايق ويقفل، وبعد كده ممكن ندخل تمام. تاني على اللينك. آه
دلوقتي حضرتك من اول ما بدأت التراك لحد دلوقتي، ايه اهم الازمات اللي حضرتك واجهتها بشكل عام بقى، سواء في امريكا كجيران، ككالتشر، يعني اي حاجه من الحاجات دي، وازاي حضرتك يعني اتغلبت عليها او صبرت نفسك عشان تكمل؟ ده سؤال حلو قوي، لان اقول لك على حاجه، احنا برضو مهما كان احنا مصريين عندنا كلتشر. يعني انا جيت هنا وانا عندي 33 سنه، يعني مصري اصيل يعني. فانك تتعود على ناس مختلفه بجنسيات مختلفه، بطبع وكلتشر وديانات مختلفه، دي صعبه. فاهم؟ احنا طول عمرنا عايشين في مصر، عارفين ان احنا يعني فاهم الدنيا عامله ازاي، الثقافه مختلفه. فده كان صعب ان انا اتاقلم عليه، وما كنتش قادر اتقبله في الاول. بس اكتشفت بعد كده انك مش لازم تتقبله، مش لازم ياثر عليك، ممكن تبقى في النص. مم. دي حاجه مهمه قوي، دي كانت اثرت عليا جامد جدا. برضو مشكله ان انت تسيب اهلك في مصر، اهلي كلهم في مصر، دي كانت حاجه صعبه، وعانيت منها فتره كبيره قوي. ومش ومتهيأليش هتبقى حاجه سهله عليكم لما تمشوا، لان احنا في مصر طبيعتنا متعلقين قوي باهلنا. باهلنا بالظبط. وهنا لما بيوصلوا 18 سنه كله بيسيب بيت اهله ويمشي، فما بيفرقش معاه بعد كده. احنا هنا متعلقين قوي باهلنا، فدي كانت بالنسبه لي حاجه صعبه، لان طول عمري متعلق بعيلتي جدا. مم. ولكن هي دي مشكله الغربه دي في اي حته، مش في امريكا بس. طيب، هو احنا اه، حاجه كمان عشان اقول لك على حاجه مهمه. لازم تلاقي ناس شبهك في المكان اللي انت هتروح فيه، سواء كنايس معينه زي مصر، جوامع معينه زي مصر، لأن ده بيفرق معاك قوي انك تقدر تكمل، خصوصا في اول كام سنه. مهم. انك هتكتشف بعد كده ان في ناس كتيره زيك، يعني فاهم. مهم. طيب حضرتك سؤال، حضرتك هل لقيت تحيز او عنصريه لكون حضرتك عربي مثلا، او لقيت صحابك اللي يعني في المسلمين او كده تحيز ضد الحجاب، ضد اللحيه، اسلاموفوبيا او عربوفوبيا والقصص دي؟ ولا هم بالنسبه لهم مش فارقه انت ايه ديانتك، إيه الباك جراوند بتاعتك، ايه الكالتشر بتاعتك، بيعاملوك اللي هو الشخص اللي قدامي اخباره ايه، هل كويس يبقى هو كويس، هل وحش يبقى هو وحش؟ من الدكاتره والزملاء، اه لا بالظبط. بصراحه لا. انما العيانين ساعات، بس مش بيبقى مش في وشك، بس بتحس بيهم، مهم. بتحس بيه. ولكن ده ممكن تتغلب عليه بكذا طريقه يعني. ولكن من الزملاء خالص، بالعكس. طيب بالعكس يعني انا شايف. ممكن اتغلب عليه ازاي لو لقيت ان انا مثلا كبنت مثلا محجبة او كولد ملتحي مثلا، او ان انا كعربي مثلا الانجليزي بتاعي بايظ، فبتكلم كلمة عربي في انجليزي في الدنيا بايظة معايا، فهو عارف ان انا عربي، اتغلب عليه ازاي على ما حدش يقدر يضايقك في حته زي دي، لان لو ثبت ان هو ضايقك عشان انت لان امريكا حساسه جدا للعنصريه، اي عنصريه، وانت بلغت عنه، هو ممكن يترفد. لسه عندنا جراح، ده جراح قلب، اترفد من اسبوعين عشان اتكلم عيان بطريقه عنصريه. فالموضوع ده بياخدوه بحساسيه قويه جدا. فلو انت حسيت بكده في اي وقت، لو انت مش قادر تتقبل الموضوع ده، لازم تبلغ حد عنه، لان ده بيفرق جامد قوي. بعد كده مش هيستقصدوك انك انت بلغت؟ لا، ما يقدرش. هنا عنده الشغل وبس، ما بيفرقش معاه حاجه خالص، وعمره ما هيستقصدك يعني. معلش يا دكتور نادر، نقطة كده لسه جالي سؤال دلوقتي، حضرتك معاك أسرتك في أمريكا، هل تمام. يعني لو حد مثلا متجوز او كده، هل يسيب مثلا اهل بيته هنا ويسافر، ولا ما فيش اي مشكله من ناحيه المعيشه كاسره هناك؟ من احنا بنعرف ان اول سنين النيابه مثلا السالري او المعيشه بتبقى يا مدوب على شخص عزابي يعني. فايه راي حضرتك في النقطه دي، في نقطه ان حد يسافر مثلا مع اهل بيته، ولا لو حد ناوي على الجواز ياخر الجواز شويه ويسافر وبعد كده يرجع يتجوز؟ النقط دي. دي حاجه شخصيه، بس انا رايي عمرك ما تاخر حاجه شخصيه في حياتك بسبب الكارير بتاعك. انا خدت عيلتي من اول يوم رحت فيه امريكا، حتى وانا رايح اعمل ريسيرش، مهم. وكنت باخد فلوس قليله جدا وقتها، بس كانت بتكفي وزياده. تعرف ربنا بيبعت من كل حته، فعمرك ما تسيب اهلك علشان ت- تعمل حاجه في الكارير بتاعك اللي مش هتفرق. بالعكس، وجود اهلك معاك هنا سبورت جامد جدا، وهيخليك نفسيا بتشتغل احسن. طيب كمعيشة بقى حضرتك انت يعني ايه، ازاي تعايشت من فكرة ان ايه، زي ما قلت كده ان اهلك هنا متعود على المعيشة بتاعتها، الفجأة انك انت رحت هناك مختلفة، يعني ازاي دورت على الايجار مثلا، السكن انت
بعد كده الانتقالات، القصص زي دي بالذات، ان لو واحد ما عندوش اي خبره او ما سافرش قبل كده خالص في امريكا، يعني ممكن ازاي يدور على اماكن سكن، اماكن معيشه، اماكن اكل، اماكن شرب، والى اخره من متطلبات الحياه الاساسيه. عادة بيبقى عن طريق المكان اللي انت رايحه. لما انت رايح مثلا مكان مستشفى معينة في اي ولاية، هما بيبعتوا لك بيقول لك احنا عندنا اماكن عادة الدكاترة بيقعدوا فيها، وعادة بيبقى ليهم ريت قليل جدا عن بقية الاماكن، انك تقدر تقعد بسعر كويس، تبقى قريبة من المستشفى، ودي اهم حاجة. ويبقى للعائلات، في العائلات وفي لوحدك عادي. وساعتها انت لازم بتروح مرة او قبل ما تروح عشان تقدر تظبط الدنيا وتعرف هتقعد فين والمكان بين المستشفى والمكان اللي انت قاعد فيه قد ايه، وتدور على مكان تقدر تاكل فيه والحاجات دي. بس انا مش شايف ان دي عمرها ما كانت عائق. امريكا سهله قوي، سهله قوي فعلا، لان فيها كل حاجه، فيها كل حاجه سهله. مهم. يعني ما فيش حاجه مصعبه عليك، عمرك ما هتقف في زحمه، برضه على حسب الولايه. انا بتكلم على الولايات اللي انا كنت فيها، دايما كل حاجه ماشيه كويس، ما فيش حاجه بتضايقك وانت رايح المستشفى الصبح، ان حد يزنق عليك، حد يزمر لك، فبتروح وانت يعني عايز تشتغل. فاهم؟ نفسيا ستيبل، فهتعرف تأدي اللي عليك بشكل يعني. انا كنت عايش في التجمع، وكنت بروح 6 اكتوبر كل يوم، فعبال ما بوصل ببقى خلاص عايز ارجع، مش عايز اكمل، انا مش عايز اشتغل اساسا. خلاص الايفورت اللي بذلته في الطريق ده مش قادر يعني. ضيع اليوم كله. الحاجات دي خلي بالك بتفرق جامد قوي في شغلك. مهم. ان النفس. بعد ما بتخلص شغلك، اليوم فيه خير جامد قوي، انك تقدر تعمل كذا حاجه بعد الشغل. انا كنت بخلص الساعه 5 في مصر دي، خلاص يا دوبك اروح اتقتل يعني. الموضوع ده بيفرق جامد قوي. طيب على اطار الشغل، حضرتك انت ليك مثلا عدد ساعات معينه تخلص وبعد كده على راحتك؟ وهل في امكانيه إن لو حد يفتح عياده او يشتغل مثلا برايفت او كلينيك او ايا يكن من الحاجات دي؟ اولا انت المفروض تشتغل 80 ساعه في الاسبوع، ده رقم كبير. حلو. هل احنا بنزيد عن ال 80 دول؟ بنزيد، ولكن لو انت زودت عن ال 80 دول بتبلغ الاداره يدوك ايام اجازه. يوم كامل اجازه. اه، ده قانون. مهم. حلو. ولا ايه السؤال التاني؟ انا مش ال فاكر. ال ال طرق الشغل هناك ازاي يعني؟ هل ممكن تفتح عيادة بتشتغل فيها؟ هل اه على إيه؟ الوزارة، او يعني لو حد لا هيشتغل فين؟ دلوقتي هنا انت في امريكا، في حاجه اسمها برايفت براكتس، عن طريق ان انت بتشترك مع مجموعه دكاتره او جراحين وبتفتحوا المكان بتاعك. لكن ده يمثل 30% بس من الشغل. الاغلبيه انك بتشتغل في مستشفى. المستشفى دي انت موظف فيها، بمعنى ان هم بيدوا لك 400 الف دولار في السنه مثلا. انت مالكش دعوه كام عيان بيدخل ولا كام عيان، ان شاء الله ما حدش يدخل المستشفى خالص، انت هتاخد 400 الف دولار. كمان اي عيان بتعمل له عمليه وبتشوفه، بتاخد عليه فلوس زياده مهم. عن المرتب بتاعك. فده بيساعد ان انت عايز تشتغل اكتر. وعاده عشان كل الناس مؤمن عليها هنا، فدايما في عيانين كتير قوي قوي يعني. مهم. لان كل الناس معاها، هم ما بيدفعوش حاجه، الدوله اللي بيدفعوا جزء بسيط يعني. ما عندهم هيلث بس انشورنس، فالدنيا اي حاجة اه مستشفى، ادخل مستشفى. اي حاجه ادخل المستشفى. دي في ناس بتدخل بتقعد بال20 يوم و30 يوم ما بيدفعوش حاجه، والفواتير بتبقى بالنص مليون دولار وربع مليون دولار. الحكومه اللي بتدفع. مهم. طيب. عاده في اخر سنه نيابه بيدوك عياده بتاعتك اخر سنه نيابه. ده الكلام ده عندنا هنا. في وده انا المستشفى بتكلم عن نفسها الجراحه يعني. صح؟ اه تبع المستشفى، دي عيادتك انت، عشان يجهزك للشغل انك تشتغل لوحدك. طيب حضرتك بتتكلم ان ده وانت في النيابة صح؟ بعد ما تخلص اه ده. طيب لو انت كونسلتنت بقى، المعيشة تبقى ازاي؟ هل تفتح البرايفت كلينيك بتاعتك وتعيش؟ لا ممكن تشتغل في لا ممكن تشتغل في مستشفى برضه، يعني المستشفى تبقى متعاقد معاه. طيب حضرتك كنت قلت لي ان عشان تشتغل بتقعد 5 سنين في مكان واحد تبع جهة معينة، وبعد كده انت اه بيديك مثلا روتيشن في 5 6 7 مستشفيات او ايا يكن يعني العدد. هل ده قانونا؟ يعني هل اي حد هياخد نيابة مثلا بيكون تبع جهة يقعد مثلا فترة النيابة 4 سنين 5 سنين، ولا ممكن ان هو يتنقل على مزاجه؟ يعني مثلا كنا بنسمع في بريطانيا النظام بتاعهم ايوه صح. بعقود. صح عندك حق. تمام. صح. اقول لك على حاجه، انا عارف الموضوع ده لان يعني آه، جوز جوز اخت مراتي جراح في امريكا، في انجلترا، فاحنا بنقارن دايما مع بعض. هو راح هناك قعد 5 سنين ريجسترار. يعني ايه ريجسترار؟ يعني مش لوكم، بس بيسد خانه كده. مم.
لسه يا دوبك السنه اللي فاتت اتقبل في النيابه، يعني هو يدخل النيابه دلوقتي. النيابه بتاعته غريبه قوي بقى، كل 6 شهور في حته، مهم. مش في مكان واحد. امريكا غير كده، امريكا زي مصر. انا نايب في القصر العيني، اقعد في القصر العيني 5 سنين. انا نايب في جامعه جون هوبكنز، اقعد 5 سنين في جون هوبكنز. هم بقى بيتعاملوا ان هم شايفين ان في روتيشنز معينه عن طريق المستشفى احسن في حته تانيه، بيبعتوك ليها وترجع ليهم تاني. از بروتوكول بقى بينهم وبين كده، صح؟ بين المكان، وبيبقى ماكسيمم شهر او شهرين، مش بتقعد السنه كلها يعني. فاهم؟ طيب بعد ما تخلص ال5 سنين بتوع النيابة، ايه النكست ستيب بتاع حضرتك او بتاع اي جراح مثلا قلب؟ بعد ال5 سنين نيابة بتعمل ايه؟ كنت بقول لحضرتك بعد ال5 سنين النيابة، ايه النكست ستيب؟ حضرتك بتقول ان دلوقتي انت جراحة عامة، ومفروض بعد كده هتعمل ايه؟ في ناس بعد ما بتخلص الجراحه العامه بيشتغلوا كجراحين عامين، ودي مش ناس قليله، وبيشتغلوا في اماكن قويه جدا، ولكن بتبقى مستشفيات مش حكوميه، مش جامعيه، مستشفيات كوميونتي هوسبيتالز بيسموها. مهم. وبياخدوا مرتبات قويه جدا، وبيشتغلوا شغل كتير جدا. لو انت عايز تتخصص في حاجه معينه في الجراحه، بتبتدي من اول سنه رابعه، تقدم على الفيلوشيب، اللي هي الزماله. الزماله دي زي ما قلت من اول سنه لحد 3 سنين على حسب التخصص. يعني جراحه التجميل 3 سنين، جراحه القلب سنتين، البريست والبرياتريك سيرجري اللي هي بتاعت السمنه سنه واحده. بتقدم من اول سنه رابعه، وعاده انت دلوقتي ترند في امريكا، فما بيبقاش في حته ان انت مش امريكاني، خلاص هي بتتلغي في الحته دي، انك ترند زي جميع النواب، ففرصك بتبقى اعلى بكتير لو انت حابب تتخصص حاجه سب سبيشاليتي زي جراحه القلب او بيبقى جراحه تبع المناظير. المستشفى اللي انت فيها، او ممكن اي مستشفى خارجية انت عاوزها على راحتك بقى. اي حته في امريكا وخلي بالك، انا ممكن اشتغل جراح، ممكن اشتغل بريست، ممكن اشتغل مناظير من غير الزماله، ولكن هتبقى في مستشفيات كوميونتي هوسبيتالز، زي المستشفيات مش العامة صغيره، هنا، بس مش تبع جامعه، مش زي تبع هنا في الجامعه. مصر المستشفيات العامة دي. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب حضرتك بالنسبة للحوار الجرين كارد والجنسية والقصص دي، حضرتك عندك خلفية عنها كدكتور؟ هل لك أولوية، ولا أنت بس مجرد إنك أنت لو خلصت الورق بتاعك أنت ممكن تقدم فيها؟ هي الفيزا دي عايزه حلقه لوحدها، لان الموضوع معقد جدا، لان الفيزا دي في جي 1 وفي اتش 1 بي. المشكله ان انت بيعاملك في النيابه ان انت تريننج، ما بيعاملكش كانك شغال. فمهما كان، مهما عملت، لا يمكن ان تاخد الجرين كارد او يحسب لك اي حاجه من السنين بتاعت الجرين كارد غير بعد ال5 سنين دول، او بجد؟ ال3 سنين، على حسب التخصص. يعني أنت كده يعتبر إن أنت بتدفع فيزا زيك زي كأنك أنت رايح سياحة أو أيا يكن يعني. لا، هم بيدفعوا الفيزا بتاعت الشغل ما اللي هي اقصدش الجي انت 1 او الاتش 1. انا ما اقصدش ان مين اللي بيدفع، انا اقصد ان في فلوس بتدفع، مش عندك جرين كارد انك انت مالكش بس. لا لا لا، لا انت بتعامل معامله الطالب اللي بيعمل تريننج في النيابه كلها. بعد ما بتخلص وانس يجي لك شغل، يبتدوا بقى اجراءات الجرين كارد، عشان دلوقتي انت بتشتغل رسمي. ده مش شغل اللي احنا بنعمله ده. يعني انت بالنسبه لهم لسه طالب، انت لسه. انا طالب، الفيزا دي فيزا طالب، طالب تحت التمرين. مم. طيب انا كده بالنسبه لنا يعني خلصت المين بوينتس اللي احنا عاوزين نتكلم فيها. ممكن تمام. مجال من الشباب عنده اي استفسارات؟ بعد اذنكم اي حد عنده سؤال ولا حاجه يريز هاند، وان شاء الله يفتح المايك والدكتور نادر يجاوب عليه. آه عندنا محمد عبدو، محمد عبد مين؟ اتفضل يا محمد، افتح المايك. محمد أبيض. اتفضل. محمد أبيض. محمد عبد. آه، كان عندي سؤال بس حضرتك كده، هو برأيك امتى أحسن وقت الواحد يبدأ فيه؟ إن كان ستيب 1 أو ستيب 2 أو إنه يبدأ ريسيرش أو أيا كان. انت في الامتياز دلوقتي؟ لا أنا لسه طالب سنة تانية. سنه ثانيه. أه. المشكله ان انت لو امتحنت ستيب 1 دلوقتي، لو فات 7 سنين السكورز بتوعه. بمعنى ان انت لو لسه في سنه ثانيه وخلصت ستيب 1 وما عملتش ستيب 2 وفات 7 سنين، هتضطر تخش ستيب 1 تاني لو انت ما خلصتش الباقي وعملت ماتشنج. لان الموضوع مختلف، هم هناك في امريكا بعد سنه ثالثه بياخدوا ستيب 1، وفي اخر سنه رابعه، لان هم 4 سنين ميديكال سكول، بياخدوا الستيب 2. فهو بيبقى بيخلص الاثنين على وقت التقديم. فانا رايي الشخصي احسن وقت تعمل فيه 1 و 2 من اول سنه 5 و6.
لو انت هو تقدر. دلوقتي هو دلوقتي مفيش ستة، في 5 سنين اللي هو انتجريشن 5 سنين وسنتين امتياز، اتغير السيستم. يبقى تبتدي من اول 5 وبعد كده تخلص ستيب 2 في اي سنه من الامتياز، على اساس لما تخلص تبقى جاهز. مهم. طيب ستيب 2 فيها اكسباير ديت كمان زي ستيب 1 7 سنين؟ بس لا بتهيألي لو خلصت ستيب 2 بيبقى خلاص انت اتحسب لك اليو سي ام اللي بتاخد السيرتيفيكيشن اللي هي الاي سي اف ام جي سيرتيفيكيشن، ولكن في امتحان دلوقتي لازم تاخده اللي هو الانجلش، اللي هو الاو ال تي مش عارف. الاو اي تي، والاو اي تي ده لازم في امريكا. مهم. فبرضه لازم تاخد الاو اي تي على اساس ما يعديش 7 سنين على الستيب 2. متهيألي ده سهل يعني مهم. عشان يدوك الشهاده اللي هي الاي سي اف ام جي. تمام. خلصت يا سؤالك دكتور، يا ابو بكر ولا عندك سؤال تاني؟ سؤال بسيط بس يعني آه الفترة مثلا اللي حضرتك خدتها، قصدي على حالتك انت، على حالتك، تمام. اللي هو الفترة اللي خدتها تذاكر فيها كقصتك انت كستيب 1 كانت قد تمام. ايه مثلا؟ كام شهر؟ كانت كده يعني. ستيب 1 امتحنت، ابتديت في نوفمبر وامتحنت في شهر 4 اللي بعديه، يعني تقريبا 5 شهور او 6 شهور. وكمان ما كنت شغال ساعتها لسه، فكنت بصحى اذاكر ساعتين قبل الشغل وانزل اروح اشتغل وارجع. لو فيا حيله اقدر اكمل وانام. ما كنتش بذاكر اكتر من ساعتين 3 في اليوم باي حال من الاحوال. فزي ما قالت، ف... تمام. الموضوع مش فوبيا او مش موضوع اللي واخد الضجه اللي احنا سامعين عنها. الموضوع ابسط من كده، بس احنا بنحب نعقد الموضوع على نفسنا. انا قعدت فتره مرعوب من الامتحانات دي، وقعدت اقول انا رب ده انا اكيد مش يعني هعمل ازاي وانا فاكر حاجه. والامتحانات دي يقعد يقول لك خلي بالك لما بتاخد كورسات بتخاف اكتر. ده اللي اكتشفته. يعني انا اخدت جزء من الكورس لما رجعت في 2018 2019، بعد ما رحت عملت زي اتفرجت على شو كام عمليه كده ورجعت. كان في كورس شغال عندنا في المستشفى، ما اعرفش حد يعرفه ولا لا، في الجامعه، وما كملوش وحصل مشكله والناس اخذت الوصولات وفلوس وهربت وحاجه غريبه كده يعني. سمعت القصه دي. انا كنت بقى واحد من الضحايا دول. المهم ان هو اول كام مره انا حضرت انا قلت هو الراجل كان بيعظم اليو اس ام ال دي، تحس ان انت لما تخلصها هتبقى يعني مجدي يعقوب. وقعد يقول لك ان دلوقتي في ناس في الامتحان والناس دي لازم نصلي لها دلوقتي لحسن دول بقى لهم 8 ساعات وفي ناس بتموت ومش قادره تكمل وحاجات كده. طبعا انا سمعت الكلام ده قلت انا ايه اللي يخليني ادخل الحاجات دي. اكتشفت بعد كده الموضوع ده كله اي كلام، اي كلام. وانك لما بتخاف من حاجه دايما وتعدي منها بتقول هو ده اللي انا كنت قلقان منه، ده مش اللي انت قلقان منه خالص. يعني لما نخاف من حاجه هي مش موجوده. على فكره ده مش في الامتحانات بس، معظم الحاجات. مم. انا سمعت مقوله يا دكتور نادر اللي بيقول لك ايه، اكتر وقت تبدا بيه هو اكتر وقت قلقان فيه. يعني ابدا على بالظبط. once انت حسيت بقلق، لا ابدا، ما تنتظرش هتاجل، هتقعد حياتك كلها مأجل. الرهبه هتفضل معاك طول الوقت. دي حقيقة، عشان كده بقول لك كل ما انت بتبعد عن الدراسة بيبقى أصعب إنك ترجع تاني. أنا كان مم. بقالي 5 سنين شغال ولا ذاكرت ولا حاجة، ماجستير بس ده مش مذاكرة يعني. مم. فإنك ترجع تقعد على الكتاب وتقرا الحاجات اللي هي أنت ما خدتهاش حتى وأنت في الكلية، ده بالنسبة لي كان صعب ولكن اتعمل في الآخر. بالنسبة لكم أنتوا المفروض يبقى أسهل بكتير. بالظبط. طيب أمنية، اتفضلي يا أمنية. لو عندك سؤال يا أمنية اتفضلي. الصوت واضح؟ أه اتفضلي. واضح تمام. I needed to ask هل في research opportunities بقدر أتلقاها كستودنت while يعني doing it online؟ أونلاين. أيوه. أنا الحقيقة يعني هتلاقي الموضوع ده على الجروب، هم كان في كذا حد قالوا على حاجات أونلاين، ولكن ما بتبقيش أنت واخدة كونتريبيوشن كبير في الريسيرش ده. بمعنى انك بتشاركي في حته انك بتجمعي داتا، بتعملي حاجه ما بيبقاش افكتيف زي ما تكون انت هناك شغاله مع التيم وبيبقى اسمك على البيبر وكل حاجه، بس الموضوع بيبقى مختلف. ده اللي انا سمعته من الجروب. مهم. بتبقى تقريبا كلوبيتر حاجة زي كده صح؟ في الريسيرش ما تبقاش اوثر. اه بيبقى وظيفتك انك حته معينه من الريسيرش محتاجه تعمليها، سواء الابستراكت او الحاجات اللي هي تتكتب بس او تتعمل بس، وانت بتساعديهم جامد قوي لما تعملي حاجه زي كده، لان هي مش محتاجه منك انك تبقي هناك او تكولكت داتا من هناك او تشوفي عيانين. بس حتى طيب يا دكتور. بس بتنفع هي مفيده برضو طبعا، احسن من اي حاجه تانية مصريه من هنا او ريسيرش داخلي يعني. بالظبط، ما كنت اقول لحضرتك حتى يعني لو ما عنديش فرصة دلوقتي او كده ان انا اسافر، ممكن ابدا بحاجة زي دي بحيث ان احط حاجة في السي في يبقى عليه اه الايد. طبعا. صح. ودي تعمل لك كونكشنز برضو، بالظبط. كونكشنز طيب هو كويس جدا. براكتس تلاقي الحاجات دي فين؟ ما انا بعت لابراهيم اللينك.
هو هيبعت لكم. ابقى ابعت لكم ان شاء الله اللينك بتاع الجروب باذن الله. هو ده بيبقى عليه حاجات كتيره جدا. طيب عندكم سؤال تاني يا أمنية ولا بس كده؟ لا شكرا. طيب أدهم، اتفضل يا أدهم. Can you hear me كده؟ تمام سامعينك. اتفضل. وأنا كان عندي كذا سؤال صراحة. The first one, اتفضل. can I do my observership during my internship years هنا في مصر؟ ولا لازم أكون لسه student؟ لا ممكن تعمل اوبزرفشيب وانت جراح شباب، بس هل انت هينفع الامتياز بتاعك في مصر ياخده، يعني تاخد منه جزء بره انك تسيبه؟ للأسف احنا عندنا لا، في النظام الجديد لا، لازم دلوقتي أو بالذات عندنا في الجامعة. ما اعرفش انت في جامعة ايه يا أدهم، لكن احنا عندنا في مصر لا، انت عندك بس تقضي سنة في مصر وسنة في القصر العيني، ما عندكش أي اوبشن انك انت تسافر. ممكن جامعات تانية سمعت ان عندهم بياخدوا 6 شهور أو 3 شهور، ممكن انك انت تسافر تاخدها بره. فاحنا عندنا في الجامعة لا، فانت ممكن تسأل في الجامعة عندك تشوف هل ده اوبشن اصلا بالنسبه لك كجامعه ان هم يديك ابروفل تسافر ولا لا، عشان ما تعيدش فوتا مره تانية وتضيع يعني ايه القصص الامتياز تمام. والقصص دي. انا كنت امتياز عين شمس وما كانش عندي، يعني كان لازم احضر كل راوند ويقول لك ان يحصل مشكله. ما اعرفش الموضوع اتغير دلوقتي ولا لا، بس انت ممكن تعمل اوبزرفرشيب حتى وانت دكتور شغال ريزيدنت جراح اي حاجه، مش هيفرق معاهم. انت مش هتفرق معاهم هم انت ميديكال ستودنت ولا لا، لانك مش ميديكال ستودنت عندهم. مهم. أوكي طيب الريسيرش يعني سمعت paid و unpaid، دي حقيقة. هو أصلا opportunities بتاعت الريسيرش إن أنا ممكن أعملها هناك دي ما available يعني ولا؟ دي افيلبل عن طريق ناس موجوده هناك عندها ريسيرش بوزيشنز، برضه ريسيرش بوزيشنز موجوده في الاماكن الجامعيه مينلي. ولازم والناس دي بتبقى عايزه هم احسن لهم يجيبوا حد مخلص ميديكال سكول يعمل ريسيرش عما يكون لسه في الميديكال سكول حتى لو من بره، ويدفعوا له فلوس. الفلوس ممكن تبقى قليله شويه، بس انت بالنسبه لك هتبقى دفعه قويه جدا انك تخش البلد تعرف على الناس، حتى لو الفلوس قليله شويه هتساعد. ولكن انا لا انصح ريسيرش من غير فلوس، صعب، هيبقى موضوع صعب قوي. الموضوع مكلف ماديا مكلف جدا، مكلف، هيبقى ستريس عليك جامد ومش هتقدر تكمل، ومش يعني هتقعد طب تصرف على حضرتك نفسك برضه سنه. معلش، you told in you brought your family to the USA when you had the research position. تمام. How did you do this and could they stay the entire period with you يعني؟ ولا اول لما جالي ريسيرش بوزيشن بالفلوس اللي انا توقعتها، يعني اقل شويه من اللي توقعتها بس كانت كويسه، قدمت على الفيزا كعيله، خدنا الفيزا سوا وسافرنا من الاول سوا ووضبنا كل حاجه. انا بتهيألي انا سافرت اسبوع قبليهم عشان بس كنت بوضب الشقه والحاجات دي، وهم جم. وخلي بالك انا كان بعد الريسيرش ده كان ممكن ما اعملش ماتشنج. كنت هعمل ايه ساعتها؟ كنت هروح، كنت هرجع تاني. هو كان ريسك صعب قوي، بس انا كنتش قادر اقعد من غير، يعني من غير عيله بالنسبه لي انا يعني. لان انا قعدت سنه ونص، اقعد سنه ونص من غير عيله، يعني دي صعبه جدا بصراحه. طب يا دكتور نادر ما انا معلش مجرب سؤال. الموضوع عشان كده بسأل حضرتك. دكتور نادر، هل البيت طيب بيضمن لك الفيزا؟ طبعا ده بوزيشن موجود هناك. مم. على حسب برضو، خلي بالك في ناس جالها نيابات وغلسوا عليهم في الفيزا، دي بتختلف، ودي مشكله امريكا. تعتمد على ايه يعني؟ ايه الحاجه اللي ممكن تخليهم يرخموا عليا في موضوع الفيزا رغم ان انا جالي ريجسترار هناك او جالي يعني بوزيشن هناك؟ هو انت لما بيجي لك بوزيشن بتروح للسفاره وتقول لهم دلوقتي انا عندي بوزيشن ان انا اروح اشتغل ريسيرش هناك. السفاره بقى بالنسبه لها هم بيعاملوك اكنك مواطن، ان انت مواطن مصري دلوقتي رايح امريكا. هو مش فارق معاه انت رايح تعمل ايه. انا لما جالي ريسيرش سوري نيابه، اضطريت ارجع اغير الفيزا عشان كنت اتش 1 بي وغيرتها لجي 1. اضطريت ارجع عشان اعرف ارجع النيابه تاني. انا كان عندي مشكله ان انا ابني كان اتولد في امريكا وانا ما كنتش لسه شغال هنا، وهم مسكوا في الحته دي وعملوا لي مشكله جامده جدا وما كنتش عارف اجي. لكن هم عاده بيسالوا الناس العاديه بقى اللي هم ما عندهمش عيله ومش ما خلفوش في امريكا، بيخافوا ان انت تروح وما ترجعش. ممكن يقعد يسالك انت ايه اللي يضمن لنا ان انت تروح وترجع، لان هو عارف ان الريسيرش بوزيشن ده سنه. انت ممكن تروح سنه دي وما ترجعش، تفضل قاعد هناك بقى الليجل يعني. ممكن يا دكتور ان شغلي هنا او حاجه زي هنا جواب مثلا جواب تعيين او حاجه زي دي
تحسن الفرصة. فانت ساعتها بتجيب حاجات املاك وحاجات تربطك هنا انك هترجع عشان تثبت انك هترجع، سواء والدك او اهلك عندهم اي حاجات هنا، مشاريع، اي اسيتس، اي فلوس انت عندك في البنك هنا، جواب من المستشفى. يعني انا لما خرجت ريسيرش واول سنه في النيابه كنت واخد اجازه من المستشفى عندنا، مهم. ما سبتش المستشفى، خدت اجازه. فالورقه دي بتفرق برضه ان نادر واخد اجازه لمده سنه ولازم يرجع الجامعه يا اما هيترفض. الحاجات دي فرقت، بس هم سابوا كل ده ومسكوا في الحته بتاعتي، بس دي حاجه شخصيه يعني، مهم. دي حاجه شخصيه لكن حصلت. One last question. تمام. اتفضل. هو الافريج كوست كده يعني من اول الاوبزرفيشن لحد الماتشنج وكده. على حسب انت هتقدم في كام مكان. Just انا يعني average. افريج انا بقول $5000 $6000 $5000 بالامتحانات. انا ما حدش هيقدم على 200 على 180 مكان زي ما انا عملت. انا بس كان عندي فوبيا ان انا ما اعرفش اعرف اروح في حته، ان انا الابلكيشن بتاعتي كانت بتتفلتر من بره، لان انا متخرج اكتر من 3 سنين، متخرج بقالي 11 سنه ساعتها. انتوا مش هيحصل لكم الموضوع ده، ف يعني فرصتك ان يجي لك انترفيوز اكتر بكتير قوي مني. فمش لازم تقدم على كل الحاجات دي. هم بيقولوا دايما السكسسفul او السكسسفul نمبر من ايه، من 80 ل 100 بالنسبه للاي ام جيز. الامريكان خمسينات. مهم. طيب. ودايما ركز على البريليمينري لو انت عايز تخصصات صعبه. لو انت عايز فاميلي ميديسن، باطنه، بيدياتريكس، الحاجات دي قدم على كاتيجوريكال من الاول. الناس كلها بتدخل من اول مره، وهتشوف على الجروب ده فيه كل حاجه اب تو ذا ماتش. عندك سؤال تاني؟ شكرا جدا لحضرتك. آه. لا شكرا جدا. طيب. عندنا مين؟ طيب اللي خلص أسئلة معلش يشيل الهاند، يعني ينزل هاند تاني. محمد نبيل، اتفضل يا محمد. معاكم. السلام عليكم. بس يا دكتور انا عندي بس سؤالين كده، كنت عايز اسالهم بخصوص الريسيرش. دلوقتي هو انا دلوقتي ان شاء الله يعني بعد ما اخلص الامتياز وكده ابدا ان انا الافضل ان انا ادور على بوزيشن ريسيرش بعد ما اخلص الامتياز على طول، ولا اخد التكليف بتاعي مثلا وسنه في النيابه على اساس باسمي ان انا عملت اكسبيرينس هنا، بعد كده اسافر على بوزيشن ريسيرش في امريكا، ولا ابدا على طول ادور على بوزيشن بعد الامتياز على طول؟ انا رايي تبدا تدور على الريسيرش بوزيشن من دلوقتي على طول، لان هم ما بيفرقش معاهم الكلينيكال اكسبيرينس في مصر. مش مهم يعني. لا خلي بالك، انا عرفت الكلام ده بعد ما قعدت مع البروجرام دايركتورز كذا، يعني بعد ما بتشت بقى وقعدت صاحبت عليهم وشفت هم بيبصوا على ايه، وبيبصوا على يعني ايه اللي بيفرق معاهم. هو ما يفرقش معاك ان انت جراح في مصر، هو ماله، هو يعرف مصر دي التريننج فيها عامل ازاي. شوف انا كان بقالي 7 سنين ما فرقش معاهم، ولكن الكونكشنز هي اللي دخلتني ان اخش بريليمينري عندهم. بس اول لما بتدخل بقى دي حاجه خلاص، انت لازم تثبت نفسك. تمام. طيب انا عندي سؤال تاني لو سمحت. تمام. دلوقتي هو يعني يفضل برضه ان انا كمحمد، انا لسه في سنه رابعه في الكليه، ان انا اشتغل في ريسيرش مع نفسي في جروبات يعني مثلا في مصر او كده، وان احنا ننشر مثلا في مجلات او كده، طبعا يعني مجرد بابليكيشن بس، هل ده هيفرق جامد ولا يعني ممكن ما يأثرش؟ يفرق جامد جدا. اللي ما بيفرقش الحاجات اللي احنا كنا بنعملها في الماجستير، الرساله في الماجستير دي اللي هي اساسا مش بابليكيشن ومش ريسيرش. انت بتقرا كذا مكان وبتجمعه في كتاب، وبتروح تقف قدام لجنه، واللجنه دي بتقعد تقول لك كبرت الرساله والموضوع خلص. ان انا وديتهم البتاع ده قالوا لي ايه اللي انت جايبه ده، يعني هم مش فاهمين ايه ده اساسا. فالموضوع مختلف طبعا. لو انت تقدر تنشر في مجله حتى لو يوروبيان مش امريكان، مش لازم تبقى امريكان، دي بتفرق جامد قوي حتى لو اسمك اخر واحد. تمام. بس اسمك عندك اكسبيرينس في الموضوع ايوه انت نشرت في مجلات يعني بالظبط، خصوصا لو نفس السبيشاليتي اللي انت نفسك تناقش فيها كده. ما بتفرقش قوي برضه، مش تبقى عارف. تمام. لان هم عندهم، عارف مين اللي بيعمل ريسيرش عندهم؟ كلهم طلبه، كل اللي بيعمل ريسيرش هناك طلبه. عشان كده لما بيقدم بيلاقي الطلبه عاملين، هو الطالب ده عنده تخصص ما عندوش. حتى انا عارف هو لو عايز جراحه عاده ما بيبقاش عارف ساعتها انه عايز جراحه، هو بيبقى عنده اوبورتيونيتي ريسيرش وبيعمله وخلاص. تمام. طيب يعني دلوقتي بس عشان في سيناريو معين في دماغي، فانا مش عارف بس هو صح ولا غلط يعني. تمام. دلوقتي هل لازم اكون عامل الاوبزرفشن قبل ما اخد بوزيشن ريسيرش في امريكا، ولا السيناريو اللي في دماغي ان انا اخلص امتياز واحاول اشوف بوزيشن ريسيرش في امريكا وانا هناك بعمل ريسيرش
اعمل الاوبزرفشيب بحيث ان انا اكون بجهز خطوات الماتش اثناء فتره الريسيرش ديت؟ انا هعملهم لك ليفلز. اه اعلى ليفل ريسيرش، تحتيه اوبزرفرشيب. تمام. خلاص. لو انت قادر تروح الريسيرش، ما انت مش هتحتاج تعمل اوبزرفرشيب. لو انت ما عندكش مكان او ما عندكش قابليه او ما عندكش اوفر كويس، فالحل الوحيد اوبزرفرشيب. وعلى حسب اللي انت التخصص اللي انت عايز تخش فيه، ممكن تقوم قالب ريسيرش. يعني هما 3 شهور وبعد كده مثلا سنه ريسيرش وبعد كده تقوم عامل ماتش. لو هو انت الفكره وصلت للريسيرش ما تنزلش تحت، خلاص انت فوق. هو الفكره بس بالنسبه لي على اساس ان الاوبزرفشيب يعني مكلف شويه، يعني 3 شهور ممكن دي ياخد حقيقة. عشان كده 5000. الريسيرش اصعب. بس انا قلت يعني على اساس ان انا في ريسيرش انا اوريدي، يعني لو اخدت بوزيشن بيد فانا هيبقى معايا راتب اقدر اصرف منه على نفسي واصرف برضه على الاوبزرفشن، بحيث انه حاجه تساعد لي اعمل سي في كويس اثناء ما اقدم على الماتش يعني. وانت عايز تعمل اوبزرفشيب ليه؟ يعني انا يعني انت دايما بتعمل بسمع ريسيرش. يعني ككلينيكال اكسبيرينس مهمه، يعني بقى اسمك عارف النظام الامريكي ماشي ازاي وانت بتقدم على الماتش. ما هو وانت بتعمل ريسيرش انت ممكن تلزق لاي حد وتفضل ماشي معاه 24 ساعه، فكانها اوبزرفرشيب، فانت بتعمل الاثنين في نفس الوقت. تمام. طب يعني لو خيرتني مثلا اعمل اوبزرفشيب ولا بوزيشن ريسيرش؟ ريسيرش طبعا ده اعلى واحد، بس مش لو هو صعب انك توصل له، فالاوبزرفرشيب هي النكست ستيب. ايوه خلاص تمام ماشي يا دكتور، شكرا جدا. عارف. طيب دكتور نادر، في حد كان طالب البروفيشنال ايميل بتاع حضرتك اه طبعا هكتبه دلوقتي. طيب، وفي كمان سؤال من مروان بيقول حضرتك ممكن تكلمنا عن الالكتيفز وهل هي احسن من الريسيرش؟ انا ما عملتش electives وما عملتش observership، بس اللي انا شفته من الناس التانية والحاجات دي، فانا ما زلت عند رايي الريسيرش هو اعلى حاجه في امريكا في كلينيكال اريا. الالكتيفز حلوه لو انت عايز تروح مكان معين بحد ذاته في تخصص معين، فتروح تقعد معاهم الفتره دي كلها. الريسيرش احسن لو انت هتقدم على وايد فرايتي ومش عارف انت هتروح فين، بيديك اوبشنز وبوسيبيليتي اكتر انك تماتش. الكتيف حلو لو انت عايز حته معينه. انا عايز الاطفال في جامعه ماونت سيناي في نيويورك، خلاص انا هروح اعمل الكتيف هناك. انا هقعد لهم هناك، انا مش هسيب هناك. انا دلوقتي ما اعرفش انا عايز اروح فين. طب انا عايز حاجه تساعدني ان انا اقدر اماتش في التخصص اللي انا عايزه، بس انا مش فارق معايا فين في امريكا. ريسيرش على طول. بس ده انا حصل معايا. متهيألي يا دكتور ان الريسيرش يعني كبدايه مش مكلف زي الاوبزرفشن، يعني يا دوب مثلا هو السفر والفيزا بس. دي حقيقة، عشان انت لو انت من هو مدفوع. بالظبط تمام. طيب عمر عماد، لو عندك سؤال اتفضل يا عمر. يا ريت اللي خلص اسئله السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. أنا عندي سؤال بس للدكتور نادر في تمام. خصوص الريكومنديشن ليتر. تمام. ممكن أخدها هنا في مصر ولا لازم في أمريكا؟ ممكن. انا خدت واحد بس من مصر، ويستحسن لو اللي هيكتبوا لك من مصر ده يكون عنده تجربه او كونكشن بامريكا لو تقدر. طب يا دكتور، في بعض الطلبة كاتبت ريسيرش مم. وقدمت الريسيرش بتاعتها في مؤتمرات وخدت ريسيدنسي مثلا في أمريكا مثلا لمدة شهر أو شهرين، وقدمت في بعض المستشفيات اللي بتقدم إلكتيف ببلاش أو مش بتاخد فلوس يعني. هي تمام. المستشفيات اللي بتكون ببلاش بتكون يعني بتدي نفس القوة في السي في ولا لازم بعض المستشفيات؟ لا، سواء انت الالكتيف هو الالكتيف سواء بفلوس او من غير فلوس، نفس الايفكت بتاعه. طب انا ممكن اعتمد، انا حاليا في سنة تانية، ممكن اعتمد ان انا اقوي السي في بتاعي في ان انا اعمل ريسيرش اكتر واحاول اخد بيد ريسيرش، والبيد ريسيرش دي ممكن اعمل ستيب 1 وستيب 2 من هناك في امريكا بحيث التكلفة تكون اقل ولا لازم ده هيساعدك جامد قوي في الفلوس. طب هي بتكون ارخص من هنا من مصر؟ لا، هي ارخص مقارنه لو انت بتقبض بدولار من هناك. لو انت بتاخد 3 4000 دولار في الشهر ودفعت 1000 دولار امتحان، احسن ما تكون تمام انت بتاخد هنا او ما عندكش دخل وبتدفع 55000 جنيه في الامتحان. تمام يا دكتور. طب هو اخر نفس سؤال بس الثمن. لحضرتك. في بعض الطلبة بتخلص ستيب 3 بحيث انها تقوي فرصتها في الماتش. ايوه. طب السكور في ستيب 2 بيفرق جامد في الماتش ولا السي في برضه هو اللي بيحدد؟ برضو دلوقتي ستيب 2 عليها ضغط جامد قوي لان هي الوحيده اللي بسكور،
فانا مش بقول ان انت تجيب 200، بس انا شايف وهم برضو قالوا لي كده، لو واحد جاب 230 و240 و250 بس هم حابين بتاع 230 ده اكتر، لان السي في بتاعه اقوى، هياخدوا ال 230 تمام. بعد ليفل معين ما بيفرقش. فاهم؟ تمام. ده رايي بعد يعني بعد ما شفت بقيه الناس وشفت ما بيبصوا عليه، والناس الجديده اللي جت والناس القديمه كانوا جايبين كام والحاجات دي. ستيب 3 مهمه جدا قبل الماتش. طب وبالنسبه لو انا وانا بقدم ماتش مثلا السي في بتاعي فيه اهتميت بالابحاث اكتر، هل تمام. دلوقتي وانا بقدم في الماتش هروح في مكان بيقدم ابحاث اكتر وبيهتم بالابحاث اكتر من الكلينيكال اكسبيرينس؟ انت قصدك في مصر؟ لا، انا قصدي دلوقتي وانت مثلا هناك؟ انا قدمت مثلا 200 او عملت مثلا 200 220 مثلا ورقه بحثيه، وجيت اقدم في الماتش، هم لقوني مثلا مهتم بالابحاث، هروح مثلا في حته في مستشفى بتهتم بالابحاث اكتر من الخبره لا، ملهاش علاقه. ملهاش علاقه، لان انت في النيابه مطالب منك تعمل ريسيرش برضه، فهم تمام. بيحبوا النايب اللي هو بيعمل ريسيرش كويس، لان هم ممكن بتساعدهم ان هم يببلش بيبرز تبعهم. فهم يعني دي حاجه تحبهم، بس دي ما تقولش ان انت لازم تروح مكان بيعمل ريسيرش اكتر من المكان التاني. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. عفوا. عندك سؤال تاني يا عمر؟ لا شكرا يا دكتور طيب. ابراهيم. محمد جمعة، عندك أي سؤال؟ اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا باشا؟ لو سمحت يا دكتور، بالنسبة معروف عارفين يعني دايما إن أنت تاخد تخصص جراحي في أمريكا بيكون صعب شوية والتنافسية عليه أكتر. تمام. فهل اللي أنا آخد جراحة عامة وبعد كده آخد سبيشاليتي في تخصص تاني، فهل الجراحة عامة ليا فرصة أكتر ولا إيه؟ مقارنة مثلا بالبطنة والتخصصات التانية. تخصص ايه؟ هو انت قصدك على تخصص ايه في الجراحه العامه؟ لا، وليكن أنا عايز أعمل ماتشنج على جراحة عامة، وبعد كده لما أروح أمريكا وأبدأ نيابة في جراحة عامة أبقى أفكر مثلا في سبيشاليتي معين. فهل اللي أنا أقدر آخد جراحة عامة الموضوع سهل ولا في تنافسية عالية؟ في امريكا؟ اه. لا طبعا الجراحه العامه كومبيتيتيف جدا، ان هي وسيله لجميع الجراحات بعد كده، فهي تعتبر من اعلى الكومبيتيشنز، زيها زي النيورو سيرجي، طبعا النيورو سيرجي والحاجات التخصصيه اعلى شويه من الاول، بس هي طبعا اعلى من البطنه واعلى اعلى من الاطفال والفاميلي ميديسن والحاجات دي، صعب انك تدخل فيها، ولكن البوابه الوحيده ليها هي البريليمينري. وده مش احنا بس، ده اي حد بره امريكا. كل الناس اللي كانوا معانا في النيابه هنا من الهند، من باكستان، من السودان، خلاص كلهم كانوا بريليمينري في الاول. ده البوابه الوحيده للجراحه، لا يمكن تدخل اي حاجه غير الطريق ده. طب بالنسبة لفترة النيابة، هل بيبقى متاح إن أنا أشتغل بإيدي أكتر وآخد يعني خبرة أكتر بالشغل بإيديا، يعني بيسمحوا لنا بكده زي في مصر، ولا الموضوع بيكون صعب أو بياخد وقت أكتر؟ لا ده اعلى من مصر. يعني شوف انا اشتغلت في معنى مصر قد ايه، بمعنى ان الفلو اعلى بكتير قوي، وهو مش هيخليك تلمس عيان غير احنا كل يوم جمعه عندنا حاجه اسمها سيميوليشن لاب. السيميوليشن لاب دول بتدخل تعمل عمليه على بقى فار، على اي حاجه هو بيجيبها، او على اي دمي، عروسه، بيعمل لك السيناريو هو بالظبط اكنك في العمليات. فلما تدخل بقى على العمليه بجد بتبقى عارف انت هتعمل ايه. ما فيش حاجه اسمها خد دي اول غرزه ليك خدها هنا في الاورطه، ازاي يعني؟ ما عندهمش هم الكلام ده. وبعدين في واحد واقف بيقيمك، يعني كل خطوه بتعملها بيبعت لك ريبورت بعد كل عمليه، انت عملت دي كويس، ما عملتش دي كويس، انا هشيل منك. خلي بالك احنا عندنا روبوتك سيرجري، فالروبوت ده عشان تقعد عليه يعني حوار، عشان تقدر تشتغل بيه محتاج تساعد 15 عمليه، انك تمسك الدراعات وتركبها زي كيس التمريض، وبعد كده محتاج انك تلعب جيمز عليه لمده 6 شهور. الجيمز دي محاكاه زي تكون الحقيقه بالظبط، وبعد كده بيجيب لك عروسه تلعب عليها، وبعد كده تبتدي تقعد تساعد في عيان. هم عندهم نسبه الخطا دي تكاد تكون، يعني في بروتوكول محطوط لا يمكن هيخليك تشتغل على العيان من غير ما تعمل الحاجات دي. وتاكد ان انت لما تيجي تشتغل على العيان هتبقى ايه ده، وانا المفروض اعمل ايه؟ لا يمكن هتقول وانا المفروض اعمل ايه دلوقتي، هتبقى عارف كل حاجه. انا كنت اخدت اكسبيرينس كويس، حضرتك بتقول 6 شهور في 6 شهور، فانت بتتكلم في سنه بس بتجرب لحد ما. انا بقالي سنه بقول لك بالتريننج كله بتاعي في مصر، بقالي ده سنه، ده لسه فاضل 4 سنين بالظبط. ان شاء الله يعني.
طيب حضرتك معلش، أنا جالي سؤال دلوقتي. هو لو انا مثلا خدت بوزيشن معين في مستشفى، هل ممكن زي في مصر هنا شغل البرايفت في كذا مستشفى في نفس التوقيت بحيث ان اجمع سالري كبير، ولا بس وانس ان انا اتقابلت في مستشفى ماليش احقية او ان انا اشتغل في ده سؤال حلو، ده بيسموه مون لايتنج. مون لايتنج ده يعني انت بتاخد نبطشات في المكان بتاعك، وليك الحق انك تاخد نبطشات في اماكن تانية. مش كل الاماكن بترضى بالموضوع ده، على حسب البروجرام. على حسب الكونتراكت اللي انت ماضي معاهم ان هو يقبل ان هو بالظبط. تطلع ولا لأ. بالظبط. بالحب كده يعني لو رحت مثلا في مستشفى ممنوع، فانت قلت بالحب كده تعرف حد في مستشفى اكس نزلت مكانه او انك اشتغلت معاه او اي حاجه، واتقفشت، تلغي العقد بتاعك على طول، صح؟ هتتنفخ. طيب نكمل. هو انا عايز اقول لك على حاجه، بس عايز اقول لك على حاجه. انا يعني الشغل اللي احنا بنشتغله ده، انا اساسا بخش الباب يعني بخش البيت بقع على الارض. فما تهيأليش ان اي حد هيبقى عنده صحه انه يروح في اي حته تانية. برضه بتختلف عن المكان. انا بقول لك يعني مهم. انا عارف الفلوس بتفرق وكل حاجه، بس انت برضه لازم تاخد في بالك ان انت مش هتستحمل بالظبط. ضغط الشغل عالي رهيب. جدا، اه. مش هتقدر تروح في حته تانية يعني. انا بتكلم عن نفسي يعني. مهم. طيب معلش يا دكتور، كمان آخر سؤال يعني لو في تمام. مجال. لو سمحت، هو التخصص الجراحي في أمريكا يعني يستاهل كل يعني المجهود اللي أنا ممكن أعمله كستيب 1 و 2 وأبحاث وحاجات كتيرة زي كده، ولا اللي أنا مثلا أمشي في طريق ألمانيا كلغة بس وهيبقى سهل إن أنا أخد تخصص جراحي هناك يعني بعد ما عملت مقارنة بين الاتنين؟ فحضرتك شايف أن أيهما أفضل أو يستاهل، انا وخصوصا ما إن أنا اشتغلتش عايز تخصص جراحي؟ انا ما اشتغلتش في المانيا ولا اشتغلت في انجلترا، بس اقدر اقول لك من الناس اللي انا اعرفها هناك وجم امريكا. الموضوع مختلف خالص. يعني مختلف خالص. احنا عندنا جراح من سريلانكا خلص النيابه في سريلانكا، يعني بعد كده يستحقوا راح. المجهود اللي هيتبذل ده كله. اه طبعا. طيب عندك سؤال تاني يا جماعه ولا حاجه؟ لا تمام، شكرا. ماشي. طيب حد تاني عنده اي سؤال؟ احمد سمير، اتفضل احمد سمير. السلام عليكم. عليك سلام. ازي حضرتك يا دكتور نادي؟ تمام، اخبارك ايه؟ بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا عندي كذا سؤال، بس ان شاء الله نعدي عليهم بسرعه. هو اول سؤال، انا الحمد لله خلصت ستيب 1، تمام. وبصراحه ام اوبسيسد بالتخصص. يعني انا امتياز دلوقتي وبحضر اولموست طول فتره امتيازي معاهم which is wrong يعني بس مش قادر ما احضرش معاهم. فهل الافضل دلوقتي، انا الحمد لله اقدر اطلع 3 شهور بره الجامعه، هل الافضل تمام. دلوقتي ان انا احاول اخد 3 شهور دول از اوبزرفر، ولا اركز اكتر في ستيب 2؟ علما بان يعني لما الواحد يبصلها من الناحيه الماديه، انا يعني هضطر اروح وارجع، فدي سفريه، وبعد كده لو احتجت اروح ريسيرش فهتبقى سفريه تانية. ولا اخلي مثلا موضوع الاوبزرفر مع الريسيرش خلاص بعد ما اخلص الامتياز بتاعي كله؟ انت في سنه كام؟ انت في الامتياز؟ انا في الامتياز، اه. يبقى انا رايي هو الاوبزرفر مهمه جدا، بس يعني لو انت هتقارن بين ستيب 2 اوبزرفر شيب، انت ممكن تعمل الاثنين لان دي 3 شهور بس. لو انت هتقارن ان انت هيبقى صعب انك تروح وترجع وتروح تاني على الريسيرش، يبقى خليك واعمل ستيب 2 وبعد كده روح ريسيرش زي ما انا عملت. طيب. طيب تمام. معلش سؤال تاني. بالنسبة الأماكن في أمريكا نفسها، يعني مثلا هل في فرق في الكواليتي بتاع التريننج مثلا ما بين تكساس هارت انستيتيوت وجونز هوبكنز والكلام ده والمستشفيات التانية اللي في ولايات تانية وكده، ولا يعني الستاندرد واحد في كل المستشفيات؟ الستاندرد واحد، بس في فروقات بسيطه جدا 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 في تخصصات معينه. يعني احنا بناخد الترانسبلانت وجراحه الاطفال في جون هوبكنز، عشان كده بيبعتونا هناك 3 شهور. ولكن هتلاقي واحد متخرج من مستشفى تحت الكوبري قوي جدا برضه. طيب. الفروقات بسيطه قوي، بسيطه جدا يعني. تمام. طيب في نقطة أخيرة، يعني هاخد رأي حضرتك الشخصي فيها. فكرة إن لو حد بعد كده بالذات في التخصص بتاع القلب والصدر حب يرجع مصر، حضرتك بتقول دلوقتي يعني سنة كاملة مثلا بتتدرب على الدافينشي، وهتيجي هنا في الآخر تلاقي مفيش دافينشي في مصر كلها مثلا، أو ما مين قال لك ان انا هرجع؟ دي حاجه من اتنين. لو انت عايز ترجع ما تاخدش سكه النيابه، خد سكه الفيلوشيب ودي اسهل بكتير. مم. لو انت عايز تكمل في امريكا او تروح بلد عربيه، كمل في امريكا يبقى يستحسن تاخد نيابه. عايز تروح بلد عربيه قدامك حاجتين: يا تاخد النيابه وبعد كده فيلوشيب وبعد كده ترجع، يا اما تاخد الفيلوشيب وبعد كده تروح البلد العربيه دي. ايه الفرق بين الاثنين؟ لو انت خدت النيابه وبقيت امريكان بورد سيرتيفايد، هتعامل معامله الجراح الاجنبي.
وليس مصري مع زمايلك. لو انت رحت اخدت زمايلك وبعد كده رحت دبي هيبقى زيك زي اللي معاه دكتوراه من مصر، هو ده الفرق. يعني الفيلوشيب لو واحد واخد فيلوشيب بس في امريكا مش نيابه، ده ما بيبقاش بورد سيرتيفايد في التخصص. لا طبعا، بورد سيرتيفايد ده نيابه فقط فقط فقط. ايكوال ريزيدنسي طبعا فرق جامد جدا، يعني 5 سنين يعني فيرسس حضرتك سنتين. وحضرتك شايف ان حتى لو هرجع بفكر على بلد عربي ممكن فعلا اكمل في سكه الريزيدنسي، مفيش مشكله يعني. خلص الريزنسي وترجع على دبي، عايز ترجع سواء تبقى ملك، لانك هتعامل معامله جراح اجنبي، ولو انت ليس مصري، لان انت تريند مع امريكان بورد سيرتيفايد. على فكره الامريكان بورد سيرتيفايد دي من اعلى الشهادات في العالم هي اولموست اعلى شهاده في العالم فعلا تقريبا. يعني انا يعني. مش عايز اقول كده لان انا ما اعرفش، ممكن حاجه تطلع اعلى منها، بس انا بقول لك هي دي اقوى حاجه جدا. الامتحانات اللي بناخدها كل سنه، احنا كل سنه بناخد محاكاه للامريكان بورد، حاجات يعني رهيبه يعني ولا تقول لي ام ار سي اس ولا ام ار اف ار سي اس ولا اي حاجه من الحاجات دي. الامتحان فعلا تقيل فعلا يعني. طيب بالنسبه هو هي نقطه فرعيه بس يعني انا عايز احطها بحجمها الطبيعي. فكره الثيرد لانجوج الاسبانيش ده حاجه بتفرق جامد ولا؟ دي حاجه يعني هتخليك في السماء هنا. والله لو انت عرفت تاخد سبانيش، دي حاجه ممكن تخليك يفضلوك عن واحد جاب اعلى منك بكتير قوي في ولايات معينه. ايه الولايات دي؟ الولايات الساحليه، سواء الايست كوست اللي هو نيويورك وبنسلفانيا والحتت دي، او تحت خالص في فلوريدا، او كاليفورنيا والحتت دي، بتفرق جامد قوي. 40% من العيانين اللي انا بشوفهم بيتكلموا اسباني بس. طبعا بيكون عايزين حاجه في السي في، حاجه يعني حاجه فيريفايد ان انا بتقن اسباني، مش شرط ان الواحد يتعلم مع نفسه كده او لا ممكن يعني تتعلم مع عايزين نفسك. امتحان معين او كده. لا خالص، ما حدش هيمتحنك في الاسباني في الانترفيو، لان هم ما بيعرفوش يتكلموا اسباني. يعني لو حد بيعرف هيتكلم معاك عادي، مش هيقول لك وانت ليفل ايه في الاسباني. ما فيش الكلام، ما فيش اه الكلام ده. لكن بتفرق فعلا في الولايات المعينه دي. بتفرق جامد قوي. يعني انا اتمنى اكون بعرف اسباني شويه. انا بفكر على فكره اخد شويه اسباني، بس المشكله انا ما عنديش وقت. نلحق وقتنا بقى. تفرق جامد قوي بصراحه. ده طيب على فكره ده سؤال حلو، ده سؤال كويس قوي، يفرق جامد جدا. طيب يعني كم نقطة لو الوقت يسمح يا دكتور إبراهيم ولا كفاية كده؟ هو فاضل 5 دقايق، فعشان نشوف لو في حد تاني عنده سؤال ولا حاجة، بحيث طيب لو في حد تاني عنده سؤال نسيب له فرصة، لو مفيش أنا أستاذنك عندي كم نقطة تانية برضه معلش. ماشي يا أحمد. في حد تاني عنده سؤال ولا حاجة يرفع ايده، ولا نخلي أحمد يكمل أسئلته؟ طيب هو تقريبا مفيش حد، فتفضل أحمد 5 دقايق معاك علشان إيه الوقت، بس معانا 5 دقايق بس. ماشي هو يا دكتور نادر حضرتك كنت بتقول إن لما بناخد السكة اللي حضرتك بتفضلها اللي هي بتاع البريليمينري دي، البريليمينري بوزيشن ده بوصل له زي ما بوصل للكاتيجوريكال بوزيشن اللي هو عن طريق إن أنا بسجل في بالظبط. الإيراس وكل يعني كل نفس هو الفلو الإيراس بتاع الماتش العادي. هتلاقي البروجرام هو نفس البروجرام، تحتيه 2 كاتيجوريكال وبريليمينري، بتقدم على الاثنين، والاثنين نفس الثمن. بمعنى ما انتش هتدفع $25 لده و$25 لده، هو $25 واحده، ولكن اللي بيقدموا يعني على الاثنين كاتيجوريكال بيتحسبوا كأني بس قدمت على بيتحسبوا كأني قدمت في بروجرام واحد، يعني من ال واحد 180 دول مقدم ال 180 بريليمينري وكاتيجوريكال بنفس وكاتيجوريكال. الثمن. دي مهمه ايوه قوي، لان الناس ما بتقدمش على البريليمينري، بيفتكروا ان هم ممكن يخشوا من الاول اساسيين. استحاله. ولاد البلد أولى عندهم. ايوه طبعا الموضوع بيفرق جامد يعني. طيب بيبقى حوالي حضرتك قلت 5 سنين جنرال سيرجري وبعد كده سنتين فيلوشيب كارديو جراحه ثوراسيك. قلب. وبعد كده باخد فيلوشيب في الكارديو ثوراسيك بقى صح؟ لا، ما ولا هو دي السنتين دي هي اوبشنال؟ الكارد ثوراسيك. لا يعني بتكلم بقى مثلا ان انا لو عايز ابقى فالفولار هارت ديزيز مش عارف الحاجات بقى الكونجينيتال مش عارف ايه الكلام ده. الحاجه الوحيده اللي محتاجه سنه زياده الكونجنتال عن السنتين. طب ومعلش سؤال هو يبان تافه شويه بس هو مهم بالنسبه لي، الثوراسيك واخد حقه فعلا برضه ولا هو الكاردياك؟ لان بحس ان الثوراسيك في امريكا اقوى من الكارديك. والله لان كله روبوتك سيرجري. هم على فكره بيعملوا هنا جميع عمليات الاسوفيجس، جميع عمليات الهياتس هيرنيا، جميع عمليات التراكيه هم اللي بيعملوها.
مش المفروض دون جي وط- القصص دي الناس لا اللي لا، هنا الموضوع مختلف خالص. الثوراسيك بيعمل اي حاجه في الصدر، اسوفيجاس، تراكيه، لانجز، وفي كارديك. ما ينفعش تعمل الاثنين مع بعض يا ده. يعني بعد الفيلوشيب بتاع الكارديو ثوراسيك انا ببقى يا كاردياك يا ثوراسيك، ولا بشتغل الاثنين عادي؟ على حسب المكان، بس معظم الاماكن الكبيره لازم تختار يا ده يا ده. انا لو اثناء اختار، السنتين. لا بعد سنتين. بعد انت في السنتين سنتين بتاخد كله. اه. انا بحب الثوراسيك اكتر بصراحه. هو حتى يعني مش عارف، هو الثوراسيك لسه ستريسفول يعني شويه ومور فرايتي في الشغل لا حلو حلو بصراحه، كله روبوتك سيرجري كمان يعني. م. طيب، هو اخر نقطه خالص بالنسبه للمنتور شيب، يعني لو واحد حابب الموضوع وعايز ياخد يدور على منتور از بيرسونال منتور قبل ما يكون في الميديكال فيلد، بحيث ان هو يساله على التفاصيل الكبيره والصغيره، تمام. ممكن اوصل لحد ازاي، او ممكن يعني الموضوع ده اوصل له ازاي؟ انا كنت محظوظ ان انا اتعرفت على جراح امريكاني هنا، وهو اللي وصلني بالناس هناك وكده. بس انا بقول لك حاول تدور على الجراحين في مصر اللي هم عندهم كونكشنز لحد دلوقتي بامريكا. انا ما اعرفش اذا كنت تعرف دكتور ماجد ذكري ولا لا يا ابراهيم. موجود. الدكتور ماجد ذكري لحد دلوقتي عنده كونكشنز بجراحين في امريكا، بيبعت لهم ايميلات، وده اللي انا خدت منه الليتر اوف ريكومنديشن. فالحاجات دي بتفرق، الحاجات دي بتفرق جامد. لو انت ما تعرفش حد خالص يبقى هتضطر عن طريق حد اوريدي في امريكا من الناس اللي هم المصريين، او انك تبعت لكذا دكتور في تخصص في مستشفيات مختلفه، تقول له انا فلان هو الفلاني كذا يعني. انا كنت بدات ادور على لينكد ان وعلى جوجل وكده على ممكن، ما هو مصريين ده، ما هي دي. كاردياك سيرجنز في امريكا. مم. ف از يوسفول يعني، لقيت عدد يوسف كبير ما طبعا، شاء الله يعني. في كتير جدا. اه. طيب يا احمد، انا اسف ان انا بقاطعك، اتمنى مفيش مشاكل. تكون لا، انا خلصت خلصت اسئلتك. الحمد لله. متشكر جدا، طيب الحمد واسف على لله. الاطاله يعني. لا خالص. شكرا. فاضل دقيقة يا محمد سما ولا سمير؟ فاضل دقيقة. سامر السلام عليكم يا دكتور عليك الأول. سلام. عليك كنت سلام. بس عايز استفسر، حضرتك قلت إن حضرتك ليك قريبك أو حد تعرفه في إنجلترا وأنتوا الاتنين ما شاء الله نفس البوزيشن دي وكل حقيقة. الكلام ده. هو حضرتك، طب أنت شايف من المقارنة إيه الأحسن؟ يعني إحنا عارفين كلنا إن طريق إنجلترا أسهل من طريق أمريكا بشوية، صح؟ وكمان مش محتاج الإلكتيف، ومش محتاج إن إحنا نروح هناك نشتغل مثلا شهرين زي أمريكا نعمل الإلكتيف والكلام ده كله. محتاج ريسيرش بس مش محتاج تعقيدات زي تعقيدات أمريكا. انا كنت هحكي لكم القصه بتاعت الجراح سريلانكي اللي هو خلص النيابه في سريلانكا، وبعد كده راح انجلترا، قعد 6 سنين، خلص الريجسترار بتاعه، وبعد كده ما رضوش يخلوه كونسلتنت. فراح جاي هنا خلص النيابه هنا، هو دلوقتي عنده 80 سنه، هو اساسا ريتايرد يعني. بس هو بقى انا قعدت معاه وفهمت ده راجل لف على كله. فهو قال انا بنصح الناس الصغيره اللي عايزه تسافر، اللي يقدر يجي امريكا يجي بدل ما يعمل اللفه دي كلها، لان في ناس بتكمل في انجلترا بس بيبقوا كونسلتنت عاده قليل قوي، وبرده ليفل المعيشه بتاعهم ما بيبقاش زي الجراحين في امريكا، سواء شغل سواء ما اعرفش في المهاره. ممكن يكون تخصصات معينه ممكن يبقوا فعلا كويسين جدا فيهم، بس انا شايف اوفرول مفيش حاجه تقارن بالعيشه بعد كده والتريننج في امريكا، خصوصا في التخصصات الجراحيه. ليه؟ عشان في سيستم، في بروتوكول هناك، في سيستم وفي بروتوكول، ولكن التريننج سيستم بتاع النيابه ما انا متهيألي ان هو اقوى من انجلترا بكتير. وانا لما بتكلم مع قريبي اللي هناك ده وبنقعد نقارن مع بعض، هو شايف ان فعلا هو ما قدرش يجي امريكا لان هو ما كانش يعرف حد ساعتها. هو كان عايز يجي امريكا، كان مخلص اليو اس ام دي كلها مش عارف يعني، بس هو ما عرفش يروح غير اللي هو قدر عليه. طيب يعني حضرتك لو تنصحني حتى لو كماديا، يعني مثلا ممكن اضغط على نفسي شويه ماديا وطريق امريكا يستاهل احسن. دي حقيقة، بس انك تدخل بريليمينري، بلاش الاحلام تفوق الكاتيجوريك والحاجات دي، لان انا لبست جامد قوي فيها. طيب اتمنى شكرا. كده ان احنا جاوبنا على كل اسئلتكم اللي انتوا بعتوها او اللي انتوا بتسالوها دلوقتي. بحب اشكر الدكتور نادر على الفرصه اللي شكرا ليك. ومعلش والله يا دكتور نادر ساعتين بس كانوا لا ولا يهمك، ده ما حسيتش بيهم صدقني. والله ربنا يخليك يا دكتور نادر، الله يخليك. ودايما كده نسمع صوتك يا دكتور نادر. ان شاء الله نشوفك كونسلتنت قريب. الله يخليك. وانا مبسوط جدا بحضرتك، وان شاء الله اللينك يعني اتسجلت المحاضره دي باذن الله هتنزل على اليوتيوب، واللينك بتاعها هينزل لكم، وممكن تشوفوا على الانستجرام برضه هينزل في الستوري.
فرصة سعيدة دكتور نادي فرصه انا بس بكتب الرقم بتاعي عشان كتبته غلط، عشان لو حد عايز يتواصل معايا على الواتساب. خلاص تمام ماشي اتفضل. كتبته غلط اول مره، بس هو ده الصح تاني واحد. خلاص حضرتك كتبته ولا لسه؟ كتبت دلوقتي على الشات، هو 3 سبعات 4 اخره، مش 3 ساعات. خلاص تمام ماشي. ميرسي تمام دكتور نادي. ماشي، ربنا يخليك، ربنا اتشرفت يخليك. بمعرفتك والله. الشرف ليا والله يا دكتور نادي. ربنا يخليك. ومع السلامة. شكرا دكتور ابراهيم، مع السلامه.